في عالم التعديل في ناس بتزود شوية حصنة، وناس تانية بتحط بيك تيربو وسوبر تشارجر. بس في ناس بقى بتركن العقل على جنب وتقول لك انا هبني وحش يولع الاسفلت. يا جماعة احنا هنا مش بنتكلم عن تعديل بسيط، احنا بنتكلم عن 1500 حصان V8 بيج بلوك، وكل ده بس عشان بيرن اوت حاجة تضحك اكيد. اهلا بيكم، دي اول حلقة من سلسلة تعديلات مجنونة، سلسلة هنشوف فيها اغرب واعنف تعديلات العربيات على مستوى العالم، بس بطريقتنا احنا، دماغ مجنونة وضحك وسرحان في تفاصيل التعديل. اللي بيشوفنا لأول مرة أنا محمد حمدي، ودي مش مجرد قناة، إحنا عيلة بتحب العربيات والتعديلات. قبل ما نبدأ الفيديو ادعمنا بلايك وصلي على النبي واشترك في القناة وخليك واحد من العيلة وفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. ويلا بينا نبدأ. خلينا ندخل على طول في فيديو النهارده من ويستن، وده معدل كبير قوي من استراليا. واستراليا عندهم التعديلات مش بس للرفاهيه، لا بيكون في مسابقات بيرن اوت ودراج ريس خطيره جدا. عشان كده قرر يشتري الموستنج السودا دي. بس دي مش اول موستنج يشتريها، لانه اشترى قبل كده موستنج حمراء وحط عليها موتور ديزل. الموتور ده باخر تعديل ليه وصل ل 2200 نيوتن متر، ده رقم مجنون جدا، اكيد هنعمل عنه فيديو في السلسله دي. لكن سيارة الموستنج اللي معانا دي 4 سلندر بسعة 2300 سي سي، هنشوف هيعمل فيها ايه. في البداية لازم ياخد السيارة ويدرفل بيها شوية، بس باين قوي ان السيارة ضعيفة جدا. كل حاجة في السيارة محتاج يتم إعادة بنائها، بس هو هيركز أكتر على إنه يجيب محرك عملاق وسوبر تشارجر عملاق. عشان كده هيطلع على الجراج. أول حاجة بيرفع العربية، بعد كده بيقطع الإكزوست، وبعدها بيقرر يشغل العربية، والحقيقي صوتها جميل جدا. بس ويستن يسيبها على كده ويبدأ يجيب الموتور الجديد؟ لا، هيديها شوية نيتروس وهيكتفي بكده؟ أكيد لا، هينزلها على الأرض ويعمل بيها بيرن اوت بالنيتروس كمان. بس طبعا اكيد الموتور مش هيستحمل، الموتور سخن جدا وقربة الميه كانت هتنفجر. فيسكت على كده؟ لا، خد العربيه وطلع بيها بره وجرب تاني بره. وكده بتكون مهمة موتور الأربعة سلندر ال 2300 سي سي خلصت. بس لازم نستفيد منه شوية، عشان كده عرضه للبيع. وطبعا أكيد مفيش حد مجنون عشان يشتري الموتور بعد اللي حصل فيه ده. وكده بقى بيكون الشغل بدأ. هيبدأ يرجع تاني بالعربية على الجراج عشان يفكك كل حاجة ويخرج الموتور من مكانه. فبدأ يفك أول حاجة أنظمة العادم، واللي بتكون سخنة جدا بسبب الحرق اللي عمله. وبيبدأ إن يفك القواعد اللي بتربط المحرك في الشاسيه. بعد كده هيجيب رافعة زي اللي بنشوفها في المصانع دي، الحقيقة مش فاكر اسمها، وهيرفع بيها المحرك. طبعا عمال يكسر في العربيه طول ما هو شغال، بس مش مهم، المهم الشغل ينتهي. وده بيكون محرك الاربعه سلندر اللي تم التضحيه بيه. طبعا حوض العربيه دي كبير جدا، فاكيد هياخد اكبر المحركات. فيلا بينا نروح نجيب محرك كبير. فبدأ يدور، وهو بيدور لقى شاحنة عليها 454 بيج بلوك انجن، وليها محرك V8 عملاق جدا. فدلوقتي كل اللي عليه يعمله انه يخرج المحرك الكبير ده من الشاحنة. فطبعا قبل ما يعمل اي حاجة لازم يسحبها ويخرجها بره، وعشان يدخلها الجراج معرفش، فبطريقة عشوائية جدا قرر انه يزوق العربية بظهر عربيته عشان يدخلها الجراج مرة في مرة بطريقة عشوائية جدا. في الاخر بتدخل. فطبعا اول حاجة لازم يتست المحرك قبل ما يفكه، عشان لو في اي مشاكل دي نقطة مش هينفع نرجع عنها. المحرك طبعا حالته مش احسن حاجه، بس مش مهم، المهم انه محرك عملاق جدا. خلاص بعد كده يلا نفك المحرك برضه بطريقه عشوائيه تاني. بيدمر العربيه من قدام عشان يقدر يفك المحرك. كده خلاص مبقاش في اي حاجه في طريق المحرك. بدأ يفك في كل القطع اللي متكسره اللي موجوده في المحرك. واخيرا ده بيكون المحرك بعد ما شاله من العربيه. بس في مشكله، ان المحرك ده من شيفروليه، ومحركات شيفروليه مش مناسبة عشان تتحط في سيارات فورد، ودي مشكلة كبيرة. فكان لازم يلاقي حل للمشكلة دي. فالحل هنا انه يبدا يعمل قواعد جديده للمحرك. وهنا بقى بيبان الراجل ده مش عشوائي، الراجل ده فعلا فاهم هو بيعمل ايه. فمع شويه تقطيع حديد والحام وضبط ابعاد في الاخر بيوصل للشكل ده. ويلا نشوف الشكل ده بيركب ازاي. ببساطه الشكل ده بيتربط في قاعده الموتور القديمه، والموتور بيتربط في الشكل ده، يعني ده نقدر نقول انه فاصل ما بينهم، بيربطهم هما الاتنين ببعض. بعد كده بيبدأ يجيب قطعة الانتاج اللي هيركب عليها البيج سوبر تشارجر، وبيركب فوقها السوبر تشارجر العملاق. الحقيقي شكله قوي جدا. فيبدأ بقى بعد كده انه يركب بقية القطعة. اول حاجة من الانتيك الثلاثي العملاق اللي مشهور ده، اللي بيتركب على السوبر تشارجر. وبيركب برضه الفيول سيستم، والفيول سيستم هنا مختلف تماما عن اي فيول سيستم شفته، لان الفيول سيستم ده ميكانيكال 100%.
وبعد كده بيبدا يفتح باقي الصناديق عشان يركب باقي اجزاء السوبر تشارجر، وهو ما كانش عارف انهي قطعه تتركب فين، والدنيا كانت متلخبطه خالص لحد ما في الاخر كل حاجه ظبطت معاه وركب كل القطع مكانها. وده بيكون شكل الموتور بالسوبر تشارجر العملاق. وطبعا اهم حاجه لازم يركب ترمبه الميه ده، لان اكيد المحرك هيولع منه. طبعا بعد كل ده لازم يركب اكزوست محترم، فبيجيب هيدرز جديده للمحرك عشان تسهل عمليه خروج العادم. بس تركيبه كان صعب جدا لان المحرك عملاق ومفيش اي مكان عارف يدخل منه الهيدرز مكانها، فبدأ انه يرفع المحرك مره واثنين وثلاثه لحد ما اخيرا ركب مكانه. فطبعا لازم افكرك لو مش عامل سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب. فبدأ بعد كده انه يركب الريديتير، وده بيكون الشكل النهائي، وكده ما بيكونش فيه اي حاجه تاني ناقصه. هيبدأ بعد كده انه يركب العجل تاني مكانه. ودلوقتي بنيجي لاكتر لحظه مرعبه، وهي تشغيل المحرك. طبعا لازم يوقف واحد بطفايه الحريق لانه ما يعرفش ايه اللي ممكن يحصل، وبيبدأ يشغل اول مره وبنسمع اصوات طرقعه في المحرك، وبيرجع يجرب تاني مرة واتنين وتلاتة وبرضه نفس المشكلة، مفيش أي جديد. العربية فضلت على الحال ده لمدة 4 ساعات، ما كانتش عاوزة تشتغل، كان في مشكلة. فبيقرر إنه يجرب هو اللي يشغل العربية، وبرضه ما بتشتغلش. بس مع المحاولات العشوائية الكتيرة للتشغيل في الآخر بتشتغل. تعال اسمعكم صوت الفي 8 الامريكي بالسوبر تشارجر. فبعد كده ياخد العربيه ويطلع بيها بره عشان يبدا يعمل بيها بيرن اوت عملاق. بس مش كل حاجه بتمشي زي ما هو عاوز. في الاخر الموتور مش بيستحمل وضغط الميه اللي فيه بينفجر، والعربيه تتغرق من ميه الرادياتير. وفي الاخر بيلاقي ان الموتور خلاص انتهى ومش هينفع تاني. Hey, everything was going great right up until that happened. Oh, no. She's done. بس لو مفكر انه يقف لحد هنا فاكيد لا، استنينا في الجزء الثاني لانه هيجيب محرك تاني جديد 2000 حصان، هيكون اقوى من ده واكبر بكتير، وطبعا هيكون جديد عشان يستحمل كل الضغط الكبير ده. قبل 6 شهور بس ويستن حاول يبني فورد موستنج ب 1500 حصان واشتغلت، لكنها ما اشتغلتش الا لمده 10 دقايق بس، وبعد كده المحرك انفجر. لكن دلوقتي معاه محرك جديد 2000 حصان بيك بلوك انجن، ويلا بينا نشوف هيعمل ايه. تعالوا الاول نشوف العربيه حالتها وصلت فين. العربية اتثابت لمدة 6 شهور في المزرعة، وده لدرجة إن العربية كان فيها عش فران حرفيا، والغبار والأوساخ كانوا مالين العربية من الداخل في كل مكان. بس احنا ممكن نقول إن الفيديو ده هو فيديو إنقاذ، وده لأن محرك العربية اتدمر، غير كمان إن العربية دلوقتي حالتها سيئة. بس العربية دي احنا هناخدها ل 2000 حصان. ففي البداية بيجيب الونش بتاعه وبيرفع عليه العربية وبيبدأ ينقلها للجراج. بس وهو بينقلها بنكتشف إن العربية فيها مشكلة، الكبوت فتح لوحده، وعلى ما يبدو إن الرفرف الجانبي كمان اتأثر بالخبطة دي. بس مش مشكلة، بيقفل الكبوت بالقوة وبيكمل طريقه للجراج. أول لما بيوصل بيبدأ يحط خطة، هو عامل تحدي لنفسه إنه يخلص العربية دي في خلال أسبوعين، بس شكله كده هيقعد فيها شهرين. في البداية هو طلب المحرك ولسه ما جاش، فعقبال ما يجي هيبدأ إنه يشيل المحرك القديم من العربية. هيبدأ الأول يفك الهيدرز بتاعة المحرك، بعد كده هيجيب الرافعة الشوكية عشان يرفع بيها المحرك القديم، وده بيكون المحرك القديم، المحرك اللي اتدمر الحلقة اللي فاتت. لو ما شفتش الحلقة اللي فاتت فلازم ترجع تشوفها لأن أنت هيفوتك كتير، وده لأن الحلقة دي تكملة للجزء اللي فات. واخيرا بعد انتظار يومين بالظبط بيجيله خبر ان المحرك الجديد وصل، فمش بيستنى كتير وبيبدا انه يخرج عشان يجيب المحرك الجديد. برضه بيجيب الرافعه الشوكيه عشان ينزله من الشاحنه. طبعا الحماس باين عليه جدا. تعالوا بقى نشوف ايه اللي موجود جوه الصندوق. ده محرك بلوم الكحول بيك بلوك بقوه 2000 حصان، وده يعتبر نفس المحرك اللي هو بيستخدمه دايما. المحرك ده قوي جدا، عشان كده المحرك ده مشهور جدا في استراليا، وبيتم استخدامه في معظم سيارات البورناوت والدراج ريس. عشان كده المحرك ده لازم يتحط على الماستنج دي. وللمعلومية المحرك ده هو بنفس كتلة ونفس ابعاد المحرك القديم، بس طبعا بقوة اكبر. عشان كده المحرك ده لازم يكون مناسب بدون اي مشاكل. المحرك طبعا مزود بالسوبر تشارجر عملاق جدا، واللي بيكون من نوع كامارو، وزنه تقيل جدا. Oh, my back.
My bad. ودلوقتي يلا بينا عشان هناخد المحرك نحطه على السيارة. بس برضه في مشكلة، قواعد المحرك مش متناسبة مع أماكن تثبيت المحرك، فطبعا لازم نحل المشكلة دي. بيقطع جزء من القواعد القديمة عشان القواعد تناسب مكان التثبيت في المحرك، ودي لازم تتركب بشكل مثالي بدون أي مشاكل. فعلى طول جاب الرافعة الشوكية ورفع بيها المحرك عشان يحطه في العربية مكان المحرك القديم. وطبعا وهو بيركب المحرك ركب الهيدرز الأول عشان ما يوقعش في نفس الغلطة اللي وقع فيها في الفيديو اللي فات. والمرة دي المحرك بيتركب بسهولة جدا وبدون أي مشاكل. فدلوقتي كل اللي محتاج يعمله إن يركب باقي القطع عشان يشغل المحرك. فبيجيب أول حاجة السوبر تشارجر العملاق وبيبدأ يركبه تاني مكانه، وطبعا بيركب بكل سهولة. وبيجيب برضه الإجنيشن سيستم، وده اللي بيكون برو ماج 44، وده نوع من أنظمة الإشعال الهاي برفورمانس، وده بيولد شرارة قوية جدا، وده هيكون مناسب جدا عشان يدي أعلى قوة حصانية، وبيستخدم في معظم سيارات الدراج ريس والبورن اوت ال V8 انجن. واللي بيخليه قوي قوي كده إنه بيشتغل بنظام ماجنت، يعني ملوش علاقة بالبطارية. حرفيا التيار اللي بيولده قد يعادل التيارات اللي بتمشي في كابلات الضغط العالي. فبيبدأ إن ياخده ويركبه مكانه، وخليك فاكر البتاع ده لأن ده اللي هيعمل مشكلة في الآخر. ودلوقتي يلا بينا نشغل المحرك ونسمع صوته. لا طبعا بنهزر. طب بذمتك انت عمرك شفت واحد جه يشغل محرك واشتغل من أول مرة؟ كالعادة المحرك مش بيشتغل من أول مرة، وده لأن في مشكلة في نظام الحقن. بس هنا بياخدوا بالهم من المشكلة على طول، والمشكلة كلها طلعت في مضخة الوقود. المشكلة كلها كانت في إن مضخة الوقود كانت بتدور عكس اتجاه دوران المحرك، وده اللي بيخليها بدل ما تضخ الوقود تشفط الوقود. فالمفروض إن لما يحل المشكلة دي المحرك يشتغل. فدلوقتي هيبدأ إنه يجرب تاني ويشوف هل المشكلة هتتحل ولا لأ. وفعلا المشكلة بتتحل والموتور بيشتغل. بس في مشكلة تانية، ان هنا الوقود بيتضخ بزيادة، فبالتالي بيكون في تسريب للوقود على المحرك، وده خطر جدا. فيبدأ انه يقلل معدل ضغط الوقود. والمشكلة بتتحل بكل سهولة، واخيرا بعد شهر بتكون العربية اشتغلت، وهياخدها ويطلع بيها بره. بجد عربية الموستنج دي مع المحرك ال2000 حصان حاجة رعب. بس دايما ورا كل سعادة لازم يكون في مشكلة. فاكرين لما قلت لكم افتكروا الاجنيشن سيستم اللي ركبه جديد؟ الاجنيشن سيستم ده بيولد تيار عالي جدا لدرجة ان الاسلاك ولعت وما استحملتش التيار ده. بس عامة دي مش مشكلة كبيرة لان حلها هيكون سهل جدا. العربية دي لما بتشتغل بتكون جميلة جدا، بس مشكلتها انها بتعطل كتير. بس اهم حاجة انها في النهاية اشتغلت. وده كان كل اللي عندنا في حلقة النهاردة من تعديلات مجنونة. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك لان ده هيشجعنا نكمل، وما تنسوش تكتبوا لنا رايكم في الكومنتات. اهلا بيكم في حلقة جديدة من تعديلات مجنونة، السلسلة اللي بنشوف فيها اغرب واعنف التعديلات على مستوى العالم بس بطريقتنا احنا. انا محمد حمدي، وتعالى نشوف هوس التعديل بيعمل ايه. قبل ما نبدأ ادعمنا وانزل اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه جديد، وفعل الجرس وخليك دايما اول واحد يشوف الفيديوهات الجديدة. ويلا بينا نبدأ. في البداية الحلقة دي من ويستن، والنهاردة هيكون معانا تعديل بوليس كار من دوج تشارجر. دي بتكون سيارة الدوج تشارجر اللي معانا. بس خلينا نقول حاجة في الأول، العربية دي بقالها 3 سنين ما اتلمستش. بس المذهل ان النهاردة عندنا حاجة مجنونة جدا، عشان معانا كيت توين تيربو، وكمان معانا محرك V8 426 من هيمي، وكل حاجة محتاجينها عشان نخلي العربية دي سيارة دراج ريس قوية جدا. بس المشكلة ان العربية دي اتثبت لمدة 2 أو أكتر، وطبعا زي ما انتم شايفين الأعشاب بقت موجودة جواها. فعلى طول أول حاجة هيعملها هيبدأ نركب الكاوتشات الخلفية عشان يرفع السيارة وينقلها للجراج. فبيبدأ إنه يجيب الرافعة الشوكية عشان يرفع بيها العربية وينقلها للجراج. لكنه بيخبط حاجة في العربية وما بنبقاش عارفين إيه هي، بس مش مشكلة لأن دي مش أول مرة تحصل المشكلة دي.
فبيكمل عادي وبياخدها يدخلها للجراج. فاول حاجه بيعملها بيبدا انه يرفع العربيه عشان يشيك على العربيه من تحت ويتاكد ان كل حاجه فيها تمام. وهنا هو بيخطط انه هيخلص العربيه دي في شهر، وده تحدي كبير لانه عاوز يحول العربيه من دفع خلفي بس لدفع رباعي. طبعا التحول ده هيكون كويس جدا على العربيه دراج ريس، بس خلونا نشوف ايه اللي هيحصل، لان عشان تحول الدوج تشارجر لدفع رباعي دي عمليه صعبه جدا. فعلى طول بيبدا انه يجمع كل الاجزاء اللي هيحتاجها في العمليه دي، وكمان بعض الاكسسوارات الاضافيه. لكن من اهم الحاجات اللي هو محتاجها فعلا خزان الوقود، وده لان العربيه ما كانش فيها خزان وقود اصلا. بس بيلاقي اول مشكله بتقابله قدامه هي علبه الفيوز، لان بيلاقيها بايظه ومتضرره جدا. فبعد كده هيضطر انه يدخل في متاهه كبيره، وهنعرف بعد كده ايه اللي هيحصل. لكن سيبك من كل المشاكل دي، لان الحلو وصل. محرك V8 426 هيمي عليه كيت توين تيربو معمول خصيصا لسياره الدوج تشارجر. المنظر ده احنا مش بنشوفه غير في سيارات الدراج ريس بس، فهنا باين قوي ان مفيش هزار. لكن المحرك كان على الحاله دي من 3 شهور بس، لان دلوقتي كيت التوين تيربو اتشال عشان هيتم تركيب المحرك الاول، بعد كده نركب التوين تيربو كيت. وطبعا المحرك اكيد مش هيشتغل لوحده، لانه محتاج شويه حاجات زي مضخه الوقود وغيرها. وخليني اقول لك ان خد التوين تيربو وعدلهم عشان العربيه تبقى ستيج 4، وكمان اشترى فرامل جديده للسياره عشان يقدر يوقف الوحش ده. المحرك ده لوحده بدون التيربو كيت بيعمل 650 حصان، وده رقم مجنون جدا. فبعد كده هيبدا بتجميع هيدرز المحرك، وكمان هيركب تانك الزيت في المحرك. فبعد كده بيخرج عشان يدور على قواعد المحرك، لان دي اكتر حاجه بتعمل مشكله معاه. فبيبدا انه يدور عليها في الورشه القديمه، وفي الاخر بيلاقيها وبياخدها ويرجع تاني على الورشه. ولما بيرجع الورشه بيلاقي مفاجاه، بيلاقي الفرونت ديفرنشال موجود، وده اللي هيحول العربيه من نظام الدفع الخلفي لنظام الدفع الرباعي. وطبعا زي ما قلنا ده هيكون كويس جدا لسياره الدراج ريس، لان الدفع الرباعي بيوزع قوه المحرك على الاربع عجلات، فبالتالي العربيه مش بتفرك وبتفضل متماسكه بالارض وبتنطلق بسرعه جدا. فياخده يثبته مكانه تحت تانك الزيت، وبعد كده ياخد المحرك ويثبته مكانه في العربيه. طبعا المحرك بيتركب معاه بكل سهوله، وده شيء غريب جدا عليه، لانه كل مره لازم يلاقي مشكله اثناء تركيب المحرك. وبعد كده بيجيب الترانسميشن اللي هو نقل الحركه عشان يركبه مكانه، لكنه بيواجه مشكله كبيره ان نقل الحركه ده اصلا بياخد حجم كبير، وكمان مع وجود الفرونت ديفرنشال فالدنيا هتبقى ضيقه جدا، وبالتالي هنا هيكون في تحدي كبير قوي عشان يقدر يركب كل ده في المكان الصغير. فقبل ما بيعمل الكلام ده بيرجع شويه لورا، وبالتحديد عند الجزء الخلفي للسياره. وهنا بنعرف ان الصف فريم الخلفي المتركب في السياره مش بتاعها، ده بتاع سياره تانية. فبالتالي دلوقتي هيبدا انه ينزل الصف فريم ده ويجيب الصف فريم الاصلي بتاع السياره ويركبه مكانه. بعد كده هيبدا يرفع الترانسميشن عشان يركبه. ودلوقتي هننتقل لمرحله تركيب التوين تيربو، دي بتكون التربوهات العملاقه اللي هو هيستخدمها. ففي البدايه بيبدا انه يثبت التربوهات مكانها، وبعد كده بيبدا انه يجهز الانتيك عشان يركبه. وخلينا نعرف الانتيك ده بيشتغل ازاي. اول حاجه بيكون فيه الجزء السفلي، وده اللي بيدخل الهواء مباشره للمحرك، وفوقه بيكون الانتيك اللي هو المبرد، وده عشان يبرد الهواء قبل ما يدخل للمحرك. وفوق خالص بنتركب القطعه دي، ودي القطعه اللي بتستقبل الهواء اللي جاي من التربوهات، وكده الهواء هيتجمع ويدخل السندراب بسرعه، وكمان هيكون بارد، وده اللي هيدي قوه اكبر. فعلى طول اول حاجه بيبدا يركبها هو الجزء السفلي، وبيكون متركب فوقها الانتيك. وهنا بيجيب المجمع وبيركبه مكانه، وده اسم المجمع عشان هو بيجمع الهواء اللي جاي من التربوهات. وده بيكون شكل التوين تيربو سيستم النهائي. الحقيقه ان شكله جميل جدا، قليل قوي لما بلاقي حد عامل فيديوز عن تركيب التوين تيربو بالشكل ده. انا متحمس جدا عشان اشوف العربيه وهي شغاله. فعلى طول خلينا نكمل. بعد كده بتجيب خزان الوقود وبيبدا نرفعه عشان يركبه مكانه، وللاسف بيتركب بصعوبه جدا، لكنه في الاخر بيركب. فاكرين في الاول لما قلت لكم ان علبه الفيوزات كان فيها مشكله؟ اهو دلوقتي بقى هنعرف ايه المشكله. العربيه الكهرباء فاصله فيها من ساعه ما اتركنت، ولحد دلوقتي حتى الازاز مش راضي يتحرك. فهنا في واحد نزل تحت تابلوه العربيه بيحاول يحل المشكله دي، لكن برضه للاسف مفيش اي استجابه. فمش بيلاقوا غير حل واحد بس، انهم يفكوا كل حاجه موجوده في العربيه ليها علاقه بالكهرباء، عشان هيعملوا سيستم الكهرباء كله من البدايه. لكن طبعا هيركبوا كل الحاجات المفيده بس. فبيبداوا انهم يشيلوا دواخل العربيه، وكمان بيشيلوا الداشبورد. طبعا بعد ما صلح الكهرباء اللي كانت موجوده في الداشبورد هيبدا انه يرجع الداشبورد تاني مكانها وهيركبها، وبيجيب كمبيوتر العربيه عشان يركبه، وبيبدا انه يشد الاسلاك لكل مكان في العربيه. فاثناء ما هو سايب واحد بيركب بقيه الكهرباء في السياره هيبدا ان هو يشتغل على مضخات الوقود. فهنا هو هيجيب مضختين وقود عشان هيعمل نظام توصيل من التانك للمحرك، وكمان هيعمل نظام راجع من المحرك للتانك، وده هيستخدمه عشان لو حصل اي مشكله ما يحصلش انفجار. فقبل ما يبدا يشتغل بيلاحظ مشكله ان فتحه الرجع بتاعه الزيت اللي موجوده في غطا التكيهات مكانها مش مظبوط. فبيبدا انه يشيل غطا التكيهات ويخرم فيه مكان الفتحه الجديده، وبيشيل المخرج القديم وبيبدا انه يلحمه في مكانه الجديد، وطبعا بيقفل الثقب القديم، وده بيكون شكلها النهائي. وبكده بتكون المشكله دي اتحلت.
فبعد كده هيبدأ انه يجيب عربية دوج تشارجر قديمة وياخد منها محول العزم اللي هو التورك كونفرتر، والمفروض انه بكده هيحل المشكلة اللي في نقل السرعات. فبيبدأ انه يفك الدرايف شيفت في العربية، وبعد كده بينزل نقل الحركة وبياخد منه التورك كونفرتر ويركنه على جنب لان ده هيتركب في النهاية. فبيبدأ انه يرجع للمحرك عشان يفنشه ويركب باقي القطع اللي كانت محتاجة تتركب، وكمان بيركب عمود نقل الحركة، وكمان بيعبي سائل التبريد. فقبل ما يشغل العربية هيبدأ انه يتست ضغط الوقود، لكنه اثناء التجربة بيسمع اصوات غريبة جدا. Can I do it again? لكنه في النهاية بيلاقي ان الضغط تمام ومفيش فيه اي مشاكل، فعلى طول هيبدأ انه يشغل المحرك، لكنه في البداية مش بيشتغل. فعادي هيبدأ انه يجرب مرة كمان ويشوف. وفعلا المحرك بيشتغل، وده لوحده بيكون انجاز عظيم. وكمان بيبدأ انه يشيك على ضغط الوقود والحرارة وكل حاجة بتكون طبيعية، وده مؤشر كويس جدا. وبكده بيكون المحرك يشتغل لأول مرة. بس مش معنى ان المحرك يشتغل يبقى كده خلاص، لا، لسه في شغل تاني. دلوقتي في مشكلة صغيرة، ان المحرك اللي معانا ده بيكون ليه عصايتين مقياس زيت، لكن اللي موجود معاه دلوقتي هي عصاية واحدة. فبالتالي لما بيشغل المحرك الفتحة التانية بتبدأ انها ترش زيت على المحرك من بره، فبيحل المشكلة دي وبيسدها. وبعد كده بيرجع يشغل المحرك تاني وبيسيبه شغال لفترة، وبيبص على الحرارة وبيلاقيها طبيعية. فبيبدأ انه يعبي العربية بالوقود، وهنا هو بيحط بنزين 92 عادي لانه حاليا مش داخل سباق، هو بس بيتست. وتعالوا نسمع شوية طرب. فبعد كده هيبدأ انه ياخد العربية ويطلع بيها بره، ولحد دلوقتي العربية شغالة كويس ومفيش فيها أي مشاكل ودرجة الحرارة كويسة. فياخدها ويطلع بيها على الداينو عشان يدوس ويشوف العربية هتعمل كام حصان. والحقيقة العربية شكلها جميل جدا. أنا عايزكم بس تتفرجوا على التفاصيل دي. ودلوقتي هيبدأ يدوس أول دوسة، ويلا بينا نتفرج. العربية صوتها جامد جدا. وعلى كل ده بقى فيه مفاجأة، والحقيقة أنا ما كنتش متوقع كده خالص. العربية بتعمل 850 حصان بس، وده رقم قد يبدو قليل في عالم الأحصنة، بس لازم تحط في اعتبارك إن العربية لسه في البداية، دي أول دوسة بس، لسه العربية ما اتونتش ولا اتقفلت. فبعد كده بيبدأ إنه يعمل كونكتنج بكمبيوتر العربية عشان يشوف التيربو عمل بوست قد إيه. فبيلاقي إن ضغط التربوهات كان 10.6 بي اس اي، وده رقم كبير جدا. فبيفكر إنه يزود البوست شوية، بس بعد كده رجع في كلامه عشان المحرك ما يحصلش فيه أي مشكلة، لان المحرك لحد دلوقتي يفضل شغال، فده مؤشر كويس. فبيقرر انه يزود البوست بنسبه 15% بس، ودي نسبه صغيره لكنها تفرق كتير قوي، لان بكده هتبقى العربيه بتطلع 1000 حصان، وبكده هيكون في تحسن ملحوظ. فعلى طول بدون تفكير هياخد العربيه يطلع بيها بره وهيدوس شويه. دي بس دوسه صغيره، لان انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل في الاخر. وبعد ما لف شويه في المدينه خلاص هيبدا ياخد العربيه ينقلها. وهنا بقى بتيجي المفاجاه الكبيره، انه قرر انه يعمل بيرن اوت على الونش وهو بيتحرك، ودي حاجه مجنونه جدا. فعلى طول هيبدا انه يدوس، وتعالوا نتفرج. حقيقي المنظر ده مجنون جدا. الطريق بقى كله دخان بشكل غير طبيعي، ده غير كمان ان الدخان دخل في مقصورة القيادة لدرجة انه ما كانش قادر يتنفس. كاوتشات السيارة اتحرقت بشكل غير طبيعي. العربية قوية جدا لدرجة ان هو بيدوس وصل للغير الثالث، وده اللي خلى العربية تطلع دخان بشكل غير طبيعي. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك الجميل وسبسكرايب لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان توصلك كل الحلقات الجاية اول باول. وسيب لي رايك في الكومنتات، عايز اعرف ايه اكتر حاجة بتشد انتباهك، او حتى لو عندك فكرة الحلقات اللي جاية. دي تويوتا سوبرا موديل 93 عليها محرك 2 جي زي. العربية دي كانت وحش سباقات الدراج ريس، بس للأسف دلوقتي وقفت. لكن دلوقتي عندنا خطة مجنونة جدا، لأن معانا محرك هيل كات في 8 بسعة 7 لتر عليه بيج سوبر تشارجر، هناخده ونحطه على التويوتا سوبرا دي. بس كده، هي دي الخطة.
طبعا ممكن تفتكر ان الموضوع بسيط جدا، هو ان احنا هناخد المحرك نشيله نحطه في العربية وخلاص كده. لا، الموضوع مش بالبساطة دي، وده لان هيكون فيه تحديات كتير. اهلا بيكم في حلقة جديدة من تعديلات مجنونة، ودي السلسلة اللي بنشوف فيها اغرب واعنف التعديلات على مستوى العالم. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك، ولو اول مرة تشوفنا انزل اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ. في البداية كده لازم نعرف إن محرك ال2 جي زي اللي كان محطوط على السوبرا هو محرك بسيط جدا وحجمه متوسط، لكن محرك الهيلكات اللي معانا ده حجمه هو ضعف محرك ال2 جي زي، فمهمة إن احنا نحطه على تويوتا سوبرا هتكون صعبة جدا لأن المكان هيكون ضيق. ففي البداية كده هيبدأ إن يجيب المحرك ويركب حوض الزيت بتاعه، وده عشان ياخد المحرك ويحطه مكانه عشان يبدأ يشوف إيه التعديلات اللي محتاج يعملها. فبيبدأ إنه يجيب المحرك ويحطه مكانه. في البداية كده حوض التويوتا سوبرا واسع جدا وخد المحرك بكل سهولة، بس فيه شوية عقبات. أول حاجة إن حوض الزيت بيخبط في البار اللي تحت، وكمان المحرك محتاج إن يرجع ورا تاني شوية. فبيبدأ إن يشيل المحرك تاني وهيبدأ يشتغل الأول على البار اللي تحت عشان يحل مشكلة إنه بيصطدم بحوض الزيت. فعلى طول بدون تفكير هيبدأ إنه يقص البار ده، وطبعا بعد ما شاله لازم يلاقي حل لأن مش هينفع يسيب مكانه فاضي كده. والخطة اللي بيحطها في دماغه إنه هيعمل بار تاني بس هيكون مايل عشان يبعد عن حوض الزيت. وكمان في مشكلة تانية إن فلتر الزيت بيخبط في الستيرنج راك، فيبدأ إنه يشيل فلتر الزيت ومضخة الزيت وبعد كده هيشوف لهم حل. فبيبدأ إنه يركب المحرك تاني عشان يشوف باقي الأماكن اللي محتاجة تتعدل. أول حاجة بيلاقي إن المحرك هيخبط في الحوض من ورا، فبالتالي لازم يلاقي حل للمشكلة دي لأن لسه المحرك محتاج يرجع ورا تاني. فعشان يعمل كل حاجة بشكل صح بيبدأ إنه يثبت المحرك بشكل مبدئي عشان يقدر ياخد المقاسات بشكل دقيق. فبعد التثبيت بيبدأ أول حاجة إنه يرفع العربية عشان يبص من تحت ويشوف الكليرنس مظبوط ولا لا. فطبعا بعد ما شال فلتر الزيت بيكون في مساحة فاضية ما بين الستيرنج راك وحوض الزيت، هيبدأ يجيب شوية خشب عشان يرفع بيهم المحرك ويتأكد إنه ما ينزلش، لأنه هيبدأ بعد كده يعمل قواعد المحرك. في البداية يجيب مواسير معدنية ويقطعها ويلحمهم في بعض عشان يعملوا شكل القاعدة، وطبعا دول هيتركبوا مكان القواعد اللي موجودة في الشاسيه. وهيجيب برضه القاعدة اللي بتتركب في المحرك وهيبدأ إنه يوصل ما بينهم. بعد كده هيبدأ يجيب الأدابتور بليت اللي بتربط ما بين المحرك ونقل الحركة، هيبدأ إنه يعمل قطعة معدنية تحاكيها بالظبط، وده عشان ياخدها يثبتها في المحرك ويبدأ إنه يعدل أماكن تثبيت نقل الحركة. فبيلاقي إن هي مترحلة لقدام شوية، فبيقرر إنه هيقطع الحوامل دي وهيركبها قدام شوية. فبعد كده بيبدأ إنه يرفع العربية وبيفك الحوامل اللي قربت بيها المحرك من فوق. بعد كده بيجيب نقل الحركة، وده نقل الحركة بيكون مخصوص لسيارات دراج ريس لأن نقل الحركة ده هو 3 سرعات بس، بيكون مصنوع من اسطوانات الألمنيوم. فهيبدأ إنه يرفعه ويركبه مكانه عشان يعدل على قواعد التثبيت بتاعته، لأن طبعا دلوقتي كل حاجة اترحلت. فبيلاقي إن في فرق كبير جدا، فبيبدأ إنه يقص مكان التثبيت اللي موجود في القاعدة ويركب فيه أنبوب حديدي عشان يرفعه لفوق عند مكان التثبيت اللي موجود في نقل الحركة، وده بيكون شكلها النهائي. طيب فاكرين المنبر اللي هو قصه في البداية عشان كان عامل إعاقة لتركيب المحرك؟ دلوقتي هيبدأ يعمل تدعيمة للمنبر دي تاني عن طريق إنه هيجيب أنبوب معدني وهيتنيه وهيبدأ إنه يركبه مكانه، وده بيكون شكله النهائي. فبعد كده خلاص بيبدأ إنه يشيل المحرك ونقل الحركة عشان يفنشهم ويجهزهم على التركيب، ودلوقتي هيرجع يركب المحرك تاني. وطبعا بيتأكد إن في فراغات كبيرة جدا ومفيش أي حاجة خابطة في حوض العربية. بعد كده بيبدأ يجيب الفلاي ويل ويركبها مكانها، وبيجيب الكلاتش ويحط فيه الزيت وبياخده ويركبه مكانه في نقل الحركة. وبعد كده بياخد نقل الحركة ويركبه تاني في المحرك مع تركيب برات التدعيمات اللي اتعملت، وكده خلاص بيكون تركيب المحرك ونقل الحركة انتهى. بعد كده بقى هيدخل على أكتر حاجة فيها فن، وهي تصنيع هيدرز للمحرك. طبعا العملية دي هتكون صعبة لأن محرك ال V8 عريض جدا والمساحة ما بينه وبين الحوض بتكون ضيقة قوي. طبعا العملية دي بتتعمل باحترافية كبيرة جدا، هتخطاها وهحط لكم شوية هايلايتس ليها. ده بيكون شكل الجزء اللي بيحول مخارج الأربعة لواحد، حقيقي شكله جميل جدا. المخرج ده عملاق جدا. طبعا كل الهيدرز متحركة بطريقة غريبة جدا لأن زي ما قلت لكم المكان ضيق. وللمعلومية أثناء التركيب بيتم عمل نقط لحام مبدئية، لكن بيتأكدوا إن خلاص كل حاجة بقت تمام بيبدأوا إنهم يفكوا الهيدرز دي عشان يلحموها لحام نهائي، وده بيكون شكل الهيدرز النهائي. فبيبدأوا إنهم يعملوا بقية الإكزوست ويركبوا كل الحساسات زي حساس الأكسجين وغيرها، وده بيكون شكله النهائي. بعد كده هنتقل لمرحلة تركيب خزان الوقود ومضخات الوقود. فبيجيب فيول بامب من هولي بتكون VR2، ودي هتكون كويسة جدا للبروجكت ده. وكمان بيجيب معاها فلاتر بنزين بتكون برضه من هولي، حجمها بيكون كبير جدا وغريب بس دي هتقضي الغرض وزيادة.
فبيبدأ إنه يجيب خزان وقود معمول خصيصا للتويوتا سوبرا دي، وده لأنه بيكون خفيف جدا وما بياخدش بنزين كتير، لأن في الأول والآخر دي عربية سباق، وأهم حاجة في عربيات السباق هو الوزن الخفيف. فهيبدأ إنه يشيل كل حاجة كانت موجودة في شنطة العربية، وبالله إن كان حاطط أوزان حديد في شنطة العربية ورا. أكيد لو شفت المنظر هتفتكر إنه ليه علاقة بالجيم، بس الحقيقة لأ، وده لأن في سيارات الدراج ريس فعلا هما بيحطوا أوزان ورا. في سباقات الدراج ريس السواقين بيستخدموا الوزن ده عشان يزودوا وزن العربية شوية، لأن كل مسابقة بتحط شروط على أقل وزن للعربية، فبالتالي لازم يعلي وزن العربية لحد ما يوصل لأقل رقم. لكن دلوقتي هيشيل الكلام ده كله وهيبقى يركبه تاني في الآخر، وبيشيل برضه مبرد هواء موجود تحت العربية، وبعد كده بيجيب مسامير مخصوص لتثبيت خزان الوقود وبيثبته مكانه. فعشان يبدأ يركب باقي الفيول سيستم هيبدأ إنه يعمل مخطط لإزاي السيستم ده هيشتغل عشان يمشي عليه وكل حاجة تكون مظبوطة. وطبعا بيبدأ يركب الأجزاء كلها جزء جزء. أول حاجة بيبدأ يركب الفلتر، وده أول فلتر بيتركب بعد الخزان على طول، وبيركب الأنابيب اللي بتربطه لحد المضخة، وبيركب برضه مضخة الوقود وبيوصلهم بالأنابيب، وبيشد الأنابيب دي من خزان الوقود لحد المحرك، وبيبدأ إنه يركب الفلتر التاني اللي بيكون موجود عند المحرك، وكمان بيركب مضخة الوقود التانية. هنا العربية بيكون فيها 2 مضخة وقود عشان يتم ضخ أكبر كمية ممكنة من الوقود. بعد كده بيبدأ يجيب المبردات عشان يركبها مكانها قدام، بيجيب 2 وبيلحمهم في بعض، وبيشيل المبرد القديم وبيركبهم مكانه. وطبعا هو عمل كده عشان المبرد ده هيركب عليه باقي القطع اللي هو محتاج يركبها، وده برضه لانه اصغر والفتحه اللي موجوده في الاكسدام الامامي صغيره، فبالتالي هيكون متناسب معاها. بيرجع تاني للفيول سيستم، لكن بيلاقي ان عنده مشكله انه مش معاه عوامه البنزين، فهيبدا ان هو يشتري تويوتا سوبرا تانية قديمه وكانت عامله حادث عشان ياخد منها بس القطعه دي، وفعلا بيلاقيها وبيبدا انه يجمع بقى القطع ويركبها تاني مكانها في خزان الوقود. بعد كده بيركب خزان تبريد الهواء اللي بيدخل للسوبر تشارجر، والخزان ده بيتحط فيه تلج، والميه اللي بتمشي فيه بتروح لحد السوبر تشارجر عشان برده، وبالتالي الهواء اللي هيدخل المحرك هيكون بارد جدا. بيبدأ انه يركب كل الخراطيم، وكمان بيوصله بمبردات الهواء الأمامية وكل التبريد ده، لأن محرك الهيلكات V8 بيولد حرارة عالية جدا، فبالتالي لازم يكون في تبريد كفاية ليه. فكده بيكون خلاص تم تبريد السوبر تشارجر بنجاح. نيجي بقى لتبريد المحرك. في البداية هيجيب رادياتير عملاق جدا، وده هيكون كفاية قوي لتبريد المحرك. في البداية هيبدأ انه يظبط له أماكن للتثبيت، لأن ده مش بتاع السيارة، بتاع السيارة كان صغير جدا، فهيبدأ انه يظبط له اماكن التثبيت اللي فوق واللي تحت، وكده خلاص بيكون اتثبت. بيبدأ طبعا انه يظبط باقي السيستم من مضخة المية وكل الفتحات اللي موجودة في المحرك، وبرضه هيعمل لهم وصلات عشان يوصلهم برادياتير، وبيجيب برضه مراوح التبريد وبيبدأ انه يركبها في الرادياتير، وده بيكون شكل الكويل سيستم النهائي. بعد كده هيرجع تاني لنظام الاكزوست عشان يكمله لنهاية السيارة. طبعا نظام الاكزوست هنا هيكون ستريب بايب، بيفضل انه يجرب كذا شكل للاكزوست الخارجي، وبعد كده بيقرر انه يكون بالشكل ده، وده بيكون شكل الاكزوست النهائي. حقيقي الاكزوست ده معمول باحترافيه كبيره جدا، انا لو جيت اقيمه اكيد هديله 10 من 10. هيجي بقى بعد كده الجزء الانتيك. هنا بقى بيقرر ان هو اللي هيعمل الانتيك بنفسه، هيطبعه على 3D برينتر وهيكون من الكربون، وده بيكون شكله بعد التركيب. بعد كده بيبدا انه يعمل لسته لكل الحاجات اللي محتاج انه يشتريها، بعد كده بيطلبهم كلهم وبيوصلوا له. اول حاجه بيبدا يركبها وهي الاي سي يو بتاعت العربيه، وللعلم هنا الاي سي يو بيكون على كذا قطعه، وده لان السياره دي مش عاديه، دي سياره دراج ريس قويه جدا، فبيركب كل القطع اللي خاصه بكمبيوتر العربيه. بيبدا بعد كده انه يعدل على ثروت الكيبل، لانه هيغيره ويجيب واحد جديد مخصص لسيارات الهلكات، وده بيكون شكله النهائي. بعد كده بيبدا انه يركب باقي كابلات الكهرباء في الاي سي يو، وبيجيب شاشه عدالات جديده، ودي هتساعده عشان ياخد قرايات اكتر عن المحرك، وده بيكون شكلها. وكمان بعد كده بيبدا انه يجمع باقي الاسلاك الكهربائيه ويوصلها بكل الحساسات، وبرضه بيجيب قطعه بيكون فيها زراير كتير بيركبها مكان المرايات اللي بتكون موجوده في الوسط، ودي هيستخدمها في الحاجات الفرعيه زي الاشارات والكشافات وغيرها. وبرضه بيقرر انه يغير بطاريه العربيه، بيجيب بطاريه جديده بتكون اخف ومخصصه لسيارات السباق، وبياخدها وبيثبتها مكانها. بعد كده بيبدا انه يجيب عمود نقل الحركه وبياخده وبيركبه مكانه، وبرضه بيركب انابيب تبريد نقل الحركه، وده بيكون مبرد الجير بوكس. طبعا هنا الدنيا بقت ضيقه جدا، فبيبدا انه يفضله مكان ويثبته فيه. بعد كده بيبدا انه يعبي المحرك بالزيت، وبيعبي برضه ميه التبريد. بعد كده بيروح للسوفت وير عشان يتاكد ان كل حاجه في المحرك مظبوطه، وبرضه بيعبي السياره بالوقود عشان يبدا انه يشغل عربيه. بس طبعا قبل ما يشغل عربيه هيتاكد ان مفيش اي تسريبات، وفعلا ما بيكونش فيه اي تسريبات. ودلوقتي هنشغل المحرك لاول مره، وده بيكون محرك ال V8 الهيلكات.
صوته بيكون قوي ومرعب جدا. تعالوا بقى نرجع نكمل تركيب باقي الاجزاء اللي ناقصه في السياره. اول حاجه هيبدا يركب الشيفتر بتاع نقل الحركه. هيبدا انه يشيل الشيفتر القديم وهيظبط مكان تثبيت الشيفتر الجديد وهيشد الاسلاك لحد نقل الحركه وهيبدا انه يركب الشيفتر الجديد. بس طبعا الحماس بياخده جدا وبيقرر انه لازم ياخد العربيه ويجربها. كده بيكون خلاص العربية بقت جاهزة انها تطلع الحلبة. بس طبعا قبل ما يعمل كده هيعمل شوية حاجات. اول حاجة هيبدأ انه ينزل كل الزيت اللي كان في المحرك لانه كان فيه مشكلة، وهيبدأ انه يحط زيت جديد، وكمان هيبدأ انه يغير كاوتشات السيارة، وده لان الكاوتشات الجديدة بيكون عليها مادة مطاطية من الخارج، ودي بتساعد ان السيارة تكون متماسكة في الارض، وده برضه هيحسن من التراكشن بتاع السيارة. هيبدأ انه يركب الكاوتشات في جنط السيارة، بعد كده هيركبهم في السيارة ذات نفسها، وده بيكون شكلها. بعد كده بيبدأ انه يجيب مرايات جديده للسياره وبيركبها مكانها. كمان بيبدا انه يجيب بولي جديده للسوبر تشارجر، ودي بتكون اصغر عشان تخلي السوبر تشارجر يلف اسرع، وبالتالي هيدي عزم اكبر. بعد كده هياخد العربيه ويطلع بيها على الداينو عشان يدوس اول دوسه ويشوف المحرك هيطلع كام حصان. بس طبعا كاوتشات العربيه بتزحلق من على الداينو، فبيبدا انه يضيف ماده بتخلي العجل يلزق اكتر في الداينو، وبيدوس وبيجرب تاني. والعربية بتطلع 1050 حصان عند 5500 ار بي ام، وده بيكون رقم كويس جدا كبداية. فبعد كده هياخد العربية ويطلع بيها عشان يعمل بيرن اوت. تعالوا نتفرج سوا. حقيقي ما اجمل ونين السوبر تشارجر على تويوتا سوبرا، منظر غريب جدا. بس في الاول وفي الاخر البروجكت ده اسطوري. بعد كده بيرجع تاني للجراج وبيعمل شويه تعديلات وبيجرب تاني على الداينو، والمره دي العربيه بتعمل 1286 حصان. كده بقى فيه تحسنات كبيره جدا، بس هو عاوز يعلى اكتر من كده، فبيقرر انه هيغير بكره السوبر تشارجر تاني. جاب واحده اصغر وهيركبها مكانها وهيجرب ونشوف تاني، وباين قوي ان دي صغيره جدا. وكمان بدا انه يزود التلج اكتر عشان التبريد. بعد كده هيجرب يدوس تاني على الداينو. والمرة دي العربية بتعمل 1365 حصان. العربية كل شوية بتزداد في القوة أكتر، ودلوقتي العربية بقت متوحشة. بعد كده بقى هيبدأ إنه يضيف باقي القطع النهائية زي البروشوت اللي بيتركب ورا، وبيشيك على كل حاجة في العربية. فهيبدأ إنه ياخد العربية ويطلع بيها بره. دلوقتي هيبدأ يقص في الرول كيج بتاع السيارة، هيشيل بار علوي لأن البار ده بيخبط في دماغه. وكده خلاص بتكون المهمة خلصت. جه وقت إنه ياخد العربية ويطلع بيها على التراك. وتعالوا نسمع شوية طرب. دلوقتي بقى جت اللحظة الحاسمة، لحظة الدوس على التراك ونعرف أرقام السيارة الحقيقية. ويلا بينا نشوف الهيل كات تويوتا سوبرا هتعمل ايه. وحقيقي السيارة دي عملت إنجازات عظيمة. السوبرا قطعت ال 8 ميل في 5.63 ثانية، وسرعتها كانت 126 ميل في الساعة. وكمان قطعت الربع ميل في 8.8 ثانية، وسرعتها كانت 141 ميل في الساعة. والأرقام دي بتكون كويسة جدا على بروجكت زي ده. وكده يبقى خلصنا رحلة تعديل هيل كات تويوتا سوبرا. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو مع أصحابك، واكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات وقولوا لي إيه أكتر جزء عجبكم في التعديل ده. اهلا بيكم في حلقه جديده من تعديلات مجنونه. وقبل ما نبدا ادعمنا وانزل دوس لايك واشترك في القناه لو لسه جديد وفعل الجرس وخليك دايما اول واحد يشوف الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نبدا فيديو النهارده. عندنا تعديل مجنون جدا. لو تتذكروا او لو كنتوا موجودين معانا في بدايه القناه هنلاقي ان اول فيديو نزلته كان عباره عن تعديل سياره اتحط فيها موتور موتوسيكل، وده كان تعديل مجنون جدا، لكن ما كانش فيه تفاصيل، كان بس شو. لكن دلوقتي يجي وقت اننا نجيب تعديل مشابه ليه، برضه عربيه هيتركب عليها موتور موتوسيكل. في البروجكت ده بيكون معانا هوندا ميني تراك، او زي ما بنقول عليها عربيه ربع نقل، وده بيكون موتوسيكل سوزوكي هايبوزا 600 سي سي بيطلع 180 حصان. فيلا بينا عشان نحط موتوسيكل هايبوزا على الميني تراك. بس قبل ما نبدا الشباب عايزين يلعبوا بالموتوسيكل شويه،
فبياخدوه وبيطلعوا يجروا بيه. وكمان بيعملوا دريفت، وبرضه بيعملوا بيرن اوت لحد ما الكاوتش بيجيب اخره. فبس كده خلاص مش هيعرفوا يلعبوا بيه تاني، فهياخدوه ويدخلوا على الجراج. اول حاجه هيفكوا كل حاجه موجوده في الموتوسيكل، هيشيلوا الكرسي، وكمان هيشيلوا الرفرف الامامي، وكمان الرفرف الخلفي، وبرضه الباض الخارجي. اي حاجه هتيجي قدامهم هيشيلوها. بعد كده بيرفعوا الموتوسيكل عشان يشيلوا المحرك، وده بيكون القلب النابض للهيبوظه. بعد كده بيدخلوا على الشاحنه، يبداوا انهم ينزلوا المحرك اللي عليها وبيشدوه عشان يطلعوه بره. بعد كده بياخدوا الشاحنه عشان يعملوا لها عمليه اعاده دهان، فالعربيه هتدهن باللون الاحمر. فبيبدا يجهز كل حاجه للدهان، وعلى طول بيبدا انه يرش العربيه كلها باللون الاحمر، وده بيكون شكل العربيه بعد الدهان. فبعد كده بيجيب الاكسدام الامامي وبيركبه، وبيرفعوا العربيه وبيبداوا يفكروا ازاي هيثبتوا المحرك. فعلى طول اول حاجه بيبداوا يعملوا فتحه على شكل مربع في شنطه العربيه من ورا. بعد كده بيجيبوا المحرك وبيطلعوه من الفتحه دي، وبيقصوا الاكزوست بتاعه عشان يكون متناسق مع الفتحه الجديده، وبيثبتوا مكانه بعد التعديل. بعد كده بيجيب كشافات السياره الخلفيه وبيركبها مكانها، وبرضه بيجيب عدادات السياره الجديده وبيركبها مكانها، وكمان بيركب لوجو السياره لكنه بيقع. ودلوقتي بيجيبوا جنود جديده للسياره، وده بيكون شكلها، وطبعا بيكون عليها كاوتشات جديده. فعلى طول بياخدوا الجنود عشان يركبوها مكانها، وده بيكون شكلها. فطبعا عشان العربيه كل حاجه فيها يابانيه، فبيقرروا ان النمر يكون عليها علم اليابان. فطبعا بعد ما يركبوا التانك والوصلات الكهرباء وكل حاجه، دلوقتي هيشغلوا العربيه. Oh my God! Oh no! Oh no! ولحسن حظهم المحرك بيشتغل من اول مره، لكن بيكون في تسريب زيت جامد من المحرك وبياخدوا بالهم متاخر، فطبعا بيحلوا المشكله دي. وكمان بيركبوا كاتم الصوت بتاع الشكمان عشان يهدي الصوت شويه، وبيسيبوا العربيه وبيجوا اليوم التاني، وطبعا بينبهروا جدا بشكل العربيه. فعلى طول بياخدوا العربية وبينقلوها، بيودوها ساحة فاضية عشان يجربوا العربية، وبياخدوا العربية وبيطلعوها. طبعا العربية جامدة جدا، أنا بجد نفسي أشوف العربية دي بتدريفت مثلا أو بتعمل أي حاجة. فتعالوا كده قبل ما يطلعوا يلعبوا بالعربية نعرف بس إيه اللي حصل. كل اللي عملوه إنهم جابوا ميني تراك ودهنوها باللون الأحمر، وجابوا لها إكسدام أمامي، وكمان كشافات جديدة، وعشان تبقى جميلة وملفتة جابوا لها جنوط، وركبوا عليها موتور سوزوكي هايبوزا 600 سي سي، وكمان اتركب عليها تانك البنزين بتاع الموتوسيكل، لكن طبعا دهنوه أحمر. طبعا نظام الوقود ستوك، وباقي الحاجات كلها ستوك. وكمان ركبوا رادياتير تحت العربية وجنب المحرك، وده عشان يخلي المحرك بارد. ولو نزلنا تحت العربية هنلاقي نظام السسبنشن كله جديد بالكامل، بس هنا بقى الدرايف شافت معدل، وده عشان يتركب في الموتور بسهولة. ولو دخلنا جوه العربية هنلاقي العدادات الجديدة اللي اتركبت، وكمان هنعرف ان الغيارات بتاعت العربية اتعدلت، لان دلوقتي بقت الغيارات هي غيارات موتوسيكل، اول غيار لقدام والباقي كله لورا، بس الفرق انك بدل ما بتقلب برجلك دلوقتي بتقلب بايدك. وبس كده، تعالوا بقى نشوف العربية دي بتعمل ايه. المحرك صوته جامد جدا، وكمان العربية باين قوي ان سحبها قوي. طب ما تيجوا كده نشوف ونسمع التسارع بتاع العربية. لكن بيلاقوا مشكلة وقت ما هم ماشيين بيحصل تصريف في حاجة، لكن مش بيكونوا عارفين هل ده وقود ولا مية رادياتير، فعلى طول بيقفوا وبيلاقوا ان دي بس هي مية رادياتير، فبيبدأوا انهم يزودوا المية، وبيجي واحد بعربية 4x4 يندبهم شوية. وهنا في شوية أطفال بيشوفوا المشروع ده وبيكونوا مبسوطين جدا. تعالوا بقى نكمل ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا الشيفترز دلوقتي بقت أحسن بكتير من العربيات العادية، دلوقتي بقى كأنها سيكوينشال. تعالوا نسمع شوية. دلوقتي بقى خدوا العربية ورجعوا تاني على الجراج عشان هيطلعوها على التاينو ويشوفوا العربية دي هتعمل كام حصان. والعربية بتعمل 133 حصان، وده رقم يعتبر قليل على موتور الموتوسيكل، وده لأن العربية وزنها تقيل. بس دلوقتي هيعملوا تجربة مجنونة، هيدوا للمحرك شوية نيتروس. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل.
وبعد التجربة دي العربية بتطلع 143 حصان. حقيقي الشباب دول مجانين، وهو ده الهدف من سلسلة تعديلات مجنونة. دلوقتي بقى هياخدوا العربية ويطلعوا بيها على تراك، لكن طبعا لازم يكون في متحدي، وهنا هيجيبوا ميني تراك تانية بس ستوك، والعربية كانت هتتقلب بينهم حرفيا. وهنا صاحبه بيقول له انا عملتها فعلا واتشقلبت بالعربية. فتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. دي بتكون الميني تراك الستوك، ودي الميني تراك المعدلة. تعالوا الاول نسمع شوية ريف من الاتنين. طبعا الفرق باين جدا، واكيد كلنا عارفين مين اللي هيكسب. ودلوقتي جت لحظة السباق، وتعالوا نشوف. الميني تراك المتعدلة فعلا سريعة جدا، والفرق واضح قوي. بعد كده بياخدوا العربية وبيبدأوا يلفوا حوالين الحلبة. لكن وسط ما هو بيدوس بتحصل مشكلة، في حاجة بتتكسر والصوت بيفضل يخبط، وعلى طول بيقف العربية. وبيبص تحت العربية وبيلاقي ان الدرايف شافت اتكسر، وده طبيعي جدا، اكيد مش هيستحمل كل ده. لو الفيديو عجبك ما ننساش اللايك الجميل وسبسكرايب لو لسه مشتركتش، وفعل الجرس، وسيب لي رايك في الكومنتس. في ناس بتعدل عربيات وفي ناس بتحب الجو كارت، لكن احنا النهارده قررنا نمزج الجنونين مع بعض. قدامك كورفت صغيره، لكن مش اي كورفت، دي متسلحه بمحرك 4 سلندر بيولد 130 حصان من اول مسمار لحد اول لفه. هنعيش رحله بناء تخليك تقول هو انتوا بتفكروا ازاي. اهلا بيكم في حلقه جديده من تعديلات مجنونه، السلسله اللي بنشوف فيها اغرب واعنف تعديلات العربيات على مستوى العالم، بس بطريقتنا احنا. ويلا بينا نبدا. ده بيكون بادي السياره الكورفيك، واللي في الاساس بيكون عباره عن لعبه اطفال. وزنه تقيل جدا حوالي 300 باوند، لكنه جميل وكويس جدا وفيه تفاصيل كتير قوي، واخد شكل السياره الحقيقي. فاذا الخطه هنا اللي هم عملوا فريم، الفريم ده بيتركب في البادي عن طريق الانزلاق جواه. فاذا الخطه هنا انهم هيفكوا الجزء ده وهيركبوا المكان اللي بتركب فيه العجلات. دي بتكون العجلات اللي هيركبوها، ودي بتكون عجلات مخصصة للجو كارت، لكنها بتكون أكبر شوية من العادي، وده عشان تاخد الشكل بتاع السيارة. أول حاجة بيعملها بيبدأ يفك كل العجل اللي كان موجود في السيارة القديم، بيشيل الإطارات، وبعد كده بيشيل الاكسدام الأمامي. وهنا البادي ده بيكون عبارة عن قطع بتتجمع، فالاكسدام الأمامي ممكن يتشال عادي. هنا الإطار هيتثبت في الفريم، لكنه هيكون خارج لبره شوية، وده عشان يدي شكل متوحش. اول حاجه بيعملها بيجيب بايب وبيبدا يعلم عليها، بعد كده بيجيب الصاروخ وبيقطعها، وبيعيد القطع تاني من قدام عشان تاخد الشكل الدائري، وبيكرر نفس العمليه في الجهه التانيه. بعد كده بينعم مكان القطع وبيبدا يظبط الابعاد عشان تكون قائمه، وبعد كده بيلحمها في الشاسيه وبيكرر نفس العمليه في الجهه التانيه. وهنا من المفترض ان البايب اللي زوده ده هيشيل القطعه دي، والقطعه دي اللي هتكون مسؤوله عن انها تثبت العجل، وطبعا دي قابلة للحركة. بس هنا هيكون في مشكلة، لأن الجزء ده ممكن مع الوقت إنه يتني، لأن هيكون عليه حمل كبير. فهنا الخطة إنه هيزوده لتحت شوية وهيعمل بار تدعيم من تحت. فتعالوا نشوف إيه اللي هيعمله. فبعد كده بيجيب بايب تانية وبيعلم عليها، وبياخد الصاروخ وبيقطعها، وبيكرر نفس العملية. بعد كده بياخد القطعتين دول وبيطلع على الشاسيه، وبيجيب برضه بايب تاني طويل، وده اللي هيتركب تحت. أول حاجة بيلحم القطعتين اللي فوق، بعد كده بياخد البايب الطويل وبيقطع منه الزيادات، وبيصنفر بالصاروخ مكان اللحام، وده عشان اللحام يكون محكم. بعد كده بياخد البايب ده وبيلحمه في الشاسيه، وبيعيد لحام على كل الأماكن اللي لحمها قبل كده، وده عشان كل حاجة تكون قوية ومحكمة. وبكده يكون الجزء ده خلص، وده هيدي تدعيم كبير قوي للشاسيه. ندخل بقى على الجزء اللي بيكون من بره، وده اللي بيتركب فيه العجل. طبعا الجزء ده مش بيكون سوليد 100%، بيكون فيه سبرينج صغير بيدي سن التعليق. فتعالوا نشوف بيتركب ازاي. هنا السبرينج بتتركب على القطعة دي، وبكده بتعمل سن التعليق، وده احسن ما تكون سوليد 100%. فتعالوا عشان نعمل الجزء ده اسمبلي. اول حاجة بيركب السبرينج وبيركب فوقها القطعة اللي هيتركب فيها العجل، وبيبدأ يثبتهم داخل القطعة دي. بعد كده بيجيب مسمار طويل وبيدخل في النص، وده عشان يمسك كل القطع مع بعض. فبيبدأ انه يربطه بالمسدس، وده عشان يكون ماسك جدا، لان ده ما ينفعش انه يتفك ابدا. بيكرر نفس العملية في الجهة التانية،
وبكده بيكون اتعمل لهم اسمبلي. فعلى طول بياخد اول واحد وبيثبته مكانه باللحام، وبيتاكد بالميزان ان عمودي ومستوي، وبيلحم برضه الجزء التاني. وهنا اللحام بيكون ان انت بتلحم بونطه واحده من فوق، وبتبدا تحرك الجزء اللي تحت لحد ما يظبط معاك، وتتاكد بالميزان ان كل حاجه مستويه. بعد كده بتدي اللحام النهائي. فطبعا هو بيعمل كل ده وبيبدا يفنش باللحام على القطعتين، وده بيكون شكلهم النهائي بعد اللحام. بعد كده بيجيب العجل، وهنا العجل ده بيكون مختلف شويه عن عجل الجو كارت، وده لانه بيتثبت ب4 مسامير زيه زي عجل السيارات العاديه. فطبعا هنا بيجيب القطعه دي هي كونفرتر، ودي اللي هتساعده في انه يثبت العجله دي على الجو كارت. فعلى طول بياخدها وبيثبتها في العجله وبيربط المسامير بتاعتها. بعد كده بياخد العجل وبيثبته مكانه. والحقيقه ان العجله دي مثاليه جدا على العربيه، وده لان حجمها مطابق 100%، وكمان شكلها متوحش وكويس جدا. وبيجيب العجله التانيه وبيثبتها مكانها، وده بيكون شكل العجل بعد التركيب. بعد كده بندخل على نظام الستيرنج، وهنا بيكون معاه 2 ستيرنج بوكس، واحد طويل وواحد قصير. فهنا هو يختار الطويله لانها لسه جايه جديده وكمان اكفأ من القصيره. اول حاجه بيعملها بيجيب المحرك وبيحطه على الشاسيه، وبياخد الستيرنج بوكس عشان يشوف هيتركب فين. فهنا هو بيقرر انه هيثبته تحت المحرك. فاول حاجه بيعملها بالصاروخ وبيشيل الطراء اللي كان عليه، وبيجيب قطع التثبيت وبيلحمها فيه، وده بيكون شكلهم بعد اللحام. فهنا هو بيشرح الفكره هتمشي ازاي، وازاي الستيرنج بوكس هيتثبت تحت المحرك. فهنا هو بيعلم على الشاسيه الاماكن اللي هيتثبت فيها الستيرنج بوكس، وبدأ يثبت الستيرنج بوكس من الجهتين. والحقيقه دي فكره ممتازه للتثبيت، بس طبعا كده نظام الستيرنج لسه مخلص، لان لسه فيه قطع التوجيه اللي هتتركب، ودي بيكون شكلها. اول حاجه بيجيب صاروخ وبيقطعها نصين، وبيجيب بايب تاني وبيقطع منه قطعتين طولهم 6 سنتي، وبياخد البايب ده وبيثبته في النص بين القطعتين اللي قطعهم. وهنا البايب ده هيكون عبارة عن إطالة بس. فعلى طول بيبدأ يلحم كل القطع وبيروح عشان يثبتهم في العجل. وهنا أحسن حاجة في القطعة دي إنها ممكن تطول وتقصر، وده بيكون شكلهم بعد التثبيت. وطبعا دول شغالين بكفاءة عالية جدا، ودي هتكون ممتازة جدا في الدريفت. فعلى طول بيرجع يكمل شغل في نظام الستيرنج عشان يكمله لحد عجلة القيادة. هنا بيركب باقي الوصلات، وبيجيب بايب طويل عشان هيمده، فبياخد البايب الطويل ده وبيثبته. على طول بيجيب بيرنج وبيثبتها في مكانها، وبيبدأ بالدريل يعمل فتحات في الشاسيه، وبيركب أول نقطة تثبيت. بعد كده بيجيب بايب تاني وبيبدأ يلحمه بحيث إنه يكون مستقيم لفوق، وبيركب فيه نقطة التثبيت التانية. بعد كده بيركب آخر قطعة فوق، ودي القطعة اللي هتركب عليها الستيرنج. على طول بيثبتها وبيلحمها مكانها، وآخر حاجة بيجيب الستيرنج وبيركبه. فعلى طول بيبدأوا يجربوا نظام الستيرنج، والحقيقة كل حاجة شغالة كويس، مفيش أي أخطاء. بعد كده ندخل على تركيب الكرسي. فعلى طول بيجيب بايب جديد وبيبدأ يقطعه وبياخده وبيلحمه في الشاسيه، وبيجيب بايب تاني وبيعلم على قد مقاس الكرسي من تحت، وبيجيب الصاروخ وبيقطعه وبياخده وبيلحمه فوق البايب اللي لحمه في الأول. وهنا الهدف إنه يخلي الكرسي عالي. بعد كده بيقطع قطعة صغيرة جدا من بايب وبيلحمها في الشاسيه، وبيلحم فوقها قطعة بايب تانية، وده بيكون الشكل النهائي بعد الحام كل البايبس. بعد كده بياخد الكرسي وبيحطه فوق الشاسيه، وبيبدأ يعلم أماكن القطع، وبالدريل اللي بيقطع في البايبس اللي هو ثبتها، وبيجيب الكرسي وبيثبته مكانه، وبكده يكون خلاص ثبت الكرسي. بعد كده بيتجرب يقعد عشان يتست الستيرنج معاه، وكل حاجة بتكون متوافقة معاه. بعد كده ندخل على الجزء الخلفي من تثبيت العجل. نفس الكلام، الجزء الخلفي لازم يكون قوي جدا، وهنا المرة دي جاب بايب تاني سمكه أكبر، وده عشان يكون أقوى. فهنا بيدخل على برنامج الكاد وبيبدأ بيصمم أول قطعة ودي اللي هتثبت العجل، وبيصمم قطعة تانية، وبيطلع على ماكينة CNC وبيبدأ يقطع كل القطع اللي هيحتاجها. على طول بيبدأ يشيل الزيادات، وبالصاروخ بيبدأ ينعم، وكمان بمسدس الدريل الصغير بيركب فيه راس صنفار وبينعم أكتر كل الزيادات. بعد ما بيخلص بيجي لعملية التركيب. هنا هو عاوز كل حاجة تكون محكمة، فبتجيله فكرة إن الجزء الخارجي هيسخنه والجزء الداخلي هيبرده جدا بالنيتروس. بعد كده هيدخلهم في بعض، وأول لما درجات الحرارة تتساوى كل حاجة هترجع تاني لطبيعتها. فعلى طول بيبدأ العملية دي، بيجيب الجزء الخارجي وبيبدأ يسخن فيه. بعد كده بيجيب الجزء الداخلي وبيفتح عليه النيتروس عشان يتبرد. بعد كده بياخدهم عشان يركبهم في بعض، وبيفضل يدق لحد ما الاتنين بيكونوا قطعة واحدة. بعد كده بيتأكد إن كل الزوايا قائمة 100%. فعلى طول بيبدأ يلحن كل حاجة، وطبعا بيكرر نفس العملية دي مرة تانية، لأن المحور الخلفي بيكون فيه عجلتين، فلازم يكون من القطعة دي 2.
فبكده بتكون القطعة دي خلصت. فعلى طول بيبدأ يثبت الأكسل الخلفي للسيارة، فبيجيب قطع التثبيت وبيلحمها مكانها. بعد كده ندخل على نظام الفرامل. أول حاجة بيجيب ديسك الفرامل، وبيجيب قطعة قطعها قبل كده على CNC وبياخدها وبيلحمها في ديسك البريك، وبيجيب قطعة بايب وبيلحمها فيها، وبكده تكون قطعة البريك دي خلصت. فعلى طول بيبدأ يستعد عشان يجمع كل الأكسل الخلفي. فأول حاجة بيثبت الفرامل، بعد كده بيركب قطع التثبيت، بعد كده بيجيب الجزء الخارجي اللي هيثبت فيه العجل، وبيجيب معاه 4 مسامير. المسامير دي بتدخل في الآخر بالدق عشان تكون محكمة. فعلى طول بيركبهم، وبياخد القطعة الخارجية وبيركبها مكانها في الأكسل الخلفي، وبالشنيور بيبدأ يعمل فتحتين عشان هيركب فيهم مسامير هتثبت وتمسك الجزء ده. فبعد كده بيجيب الإطارات وبيركبها مكانها. وتعالوا نبص بصة كده ونشوف وصلنا لحد فين. حقيقي لحد دلوقتي عملوا شغل كويس جدا. اخيرا الجو كارت وقفت على 4 عجلات، وطبعا لحد دلوقتي كل حاجه شغاله كويس جدا. ده غير كمان ان المحرك ده قوي وضخم جدا. فبعد كده بيدخلوا على البادي، لان كده لازم مكان العجل يتقطع. فطبعا عشان العمليه دي تتم بسلاسه هيبداوا يفكوا البادي كله. فعلى طول بياخدوا القطع الجانبيه وبيبداوا يقطعوا مكان العجل اللي ورا واللي قدام. فبعد كده بياخدوا البادي عشان يركبوه ويشوفوا ايه اللي هيحصل، هل كل حاجة هتكون تمام ولا لا. وهنا بيتفاجئوا كل حاجة بيرفكت 100%، لكنه بس هيضطر يقطع شوية قدام، لأن زي ما احنا عارفين العجل اللي قدام بيتحرك لكن اللي ورا ثابت، واللي ورا مظبوط 100%. فعلى طول بيبدأ يكمل قطع وبيشيل كل الزيادات اللي علم عليها. فبكده هو خلاص متأكد إن كده نسبة القطع مظبوطة. فعلى طول هيدخل على الجانب التاني، وبرضه هيبدأ يقطع بنفس علامات القطع الجديدة. بعد ما بيخلص بيجيب البادي وبيبدأ يجمعه على شاسيه، بيركب القطعتين اللي في الجنب وبيركب الاكسدام الخلفي، لكنه بيجي على الاكسدام الأمامي وبيبدأ برضه يشيل كل الأماكن اللي موجودة مكان العجل وبياخده وبيركبه مكانه، وبيبدأ يجمع كل حاجة. تعالوا بقى نشوف هو كده وصل لفين. كده الجو كارت يعتبر خلص بنسبة 80%، مش باقي غير كل حاجة متعلقة بالمحرك وبس. نرجع لكم تاني. دلوقتي في حاجات كتير أوي تطورت، لأن دلوقتي هيكون معانا محرك تاني جديد. المحرك ده هيتاخد من موتوسيكل جيكسير 750. كل حاجة هتتاخد منه حتى الوصلات الكهربائية، وده كله لأن المحرك القديم طلع فيه مشاكل كتير جدا، والحقيقة هو عاوز يخلي كل حاجة سهلة. فيلا بينا ندخل على عملية السواب انجن دي. اول حاجه هيشيل كل حاجه موجوده في البايك. هيبدا بوصلات التبريد، هيشيلها وينزل كل سائل التبريد. بعد كده هيشيل تانك البنزين وهيبدا يفك المحرك كله قطعه قطعه لحد ما يكون مش باقي غير المحرك بس. فعلى طول هيبدا يفك كل وصلات تثبيت المحرك. بعد كده هيقطع الجنزير ويشيله، وفي الاخر هينزل المحرك واحده واحده، وبكده يبقى خلاص شال المحرك. تعالوا في الاساس نشوف الفرق بين المحرك ده والتاني. طبعا باين قوي قد ايه المحرك ده نضيف واكيد مفيش فيه اي اعطال. فعلى طول هياخد المحرك عشان يثبته في الشاسيه، بيبدا يرفع المحرك عند المستوى المطلوب، وبعد كده بيركب هيدرز المحرك. بعد كده بيجيب الداون بايب وبيثبته تحت الشاسيه، وبكده يبقى ركب المحرك. تعالوا بقى نشوف هيعمل ايه عشان ينقل الحركه من المحرك للعجل الخلفي. هنا هو بيكون ركب الجنزير اللي كان موجود في الموتوسيكل، فبعد كده بيكمل النظام ده وبيثبت كل حاجه مكانها وبيقفل الجنزير على كده، وبكده يبقى نقل الحركة خلص. ندخل بقى على عمل قواعد تثبيت المحرك، لأن هنا هيكون في تحدي كبير. أول حاجة بيبدأ يقطع كل البايبس اللي هيحتاجها، وهنا بيكون عددهم كبير شوية. بعد كده بياخد البايبس دي وبيبدأ يثبتها في مكان تثبيت قواعد المحرك واللي هتكون بالشكل ده. بعد كده بيجيب بايب طويل وبيبدأ يثبته من فوق لتحت عشان يكون ماسك في الشاسيه، وده بيكون شكل قواعد تثبيت المحرك. وهو هنا هيثبت المحرك من جهة واحدة بس. ندخل بقى على توصيل الوايرنج. أول حاجة بيبدأ يفك كل كابلات الكهرباء اللي كانت موجودة في الموتوسيكل وبياخدهم وبيركبهم مكانهم في المحرك. بيركب بوابات الانتاج، وكمان بيركب العدادات وكل وصلات الكهرباء اللي بتتوصل بالمحرك، وكمان الاي سي يو. وبكده يبقى انتهى من كل الوايرنج. طبعا حاجة زي كده ممكن تفتكروها سهلة، لكنها ممكن تاخد يوم كامل عشان تتعمل. فبعد ما بيخلص بيبدأ يشغل الكهرباء
والعدادات بتستجيب وكل حاجة تمام، وكمان مضخة الوقود بتشتغل، وعلى طول لأن الحماس واخده هيبدأ يشغل المحرك عشان يشوف هيشتغل ولا لأ. Okay, ready? Yeah. Oh, that sounds so good. That sounds so good. وفعلا المحرك بيشتغل، والحقيقة إن صوت المحرك جميل جدا، فما بيطولش وبيقفل المحرك لأنه لسه مركبش نظام التبريد، فعلى طول هيبدأ يركب باقي القطع، فبيركب الثروتل وبيركب الكلاتش. تعالوا نعرف الجو كارت ده بيشتغل ازاي. ده هنا اللي قدام بيكون الثروتل واللي ورا بيكون الكلاتش. تعالوا بقى ندخل على تانك البنزين. ده بيكون تانك البنزين اللي معاه. أول حاجة بيبدأ يقطع تانك البنزين وبيكمل قطع في الجزء العلوي، بعد كده بيجيب قطعة صفيح وبيحط التانك عليها وبيعلم، وبيجيب الصاروخ وبيقطعها، بعد كده بيشيل كل الطلاء اللي كان موجود على التانك وبيلحم القطعة دي فيه من تحت، وبيغير مكان فتحة تزويد الوقود، وبكده يبقى تانك البنزين الجديد خلص. فعلى طول بياخده عشان يثبته مكانه في المحرك، وبيجيب وصلات البنزين وبيبدأ يوصلها مكانها. بعد كده بيجيب دواسة البريك، ودي اللي كانت موجودة في الموتوسيكل، بياخدها وبيركب عليها قطع من المعدن، ودي بيكون هو اللي عاملها. بعد كده بياخد دواسة البريك وبيلحمها في الشاسيه، وبكده يبقى نظام البريك خلص. بعد كده بيركب كاليبر الفرامل، بعد كده بيجيب قطعة صفيح وبيثبتها فوق الجنزير، وده هيكون أمان ليه. بعد كده بيجيب البطارية وبيركبها، وهو هنا بيكون ركب فلاتر الهواء وركب عليهم سنسور درجة حرارة، والبطارية ثبتها داخل البادي عشان تكون بعيدة عن أي حاجة. بعد كده بيحط سائل التبريد في القربة وبيبدأ يلحم كل وصلات نظام التبريد، والرادياتير بيكون ركبه ورا الكرسي. بعد ما بيخلص بيجيب بنزين وبيبدأ يحطه في التانك وبيشغل المحرك، وتعالوا نشوف. وكل حاجة بتكون شغالة كويس بدون أي مشاكل. فعلى طول بيبدأ يجمع البادي ويقفل كل حاجة، وبياخد الجو كارت وبيشحنها وبيطلع على مكان فاضي عشان يجرب فيه. حقيقي شكل الجو كارت ده جميل جدا، وشكله من قدام متوحش واخد هيبة الكورفيت، وطبعا لأن فيه تفاصيل كتير فالبروجكت ده مميز. بعد كل الشغل ده اللي خد منهم شهور كتير، أخيرا جه وقت التجربة، فعلى طول بيشغل المحرك وبيبدأ يدوس، وتعالوا نتفرج. Oh man, okay. Check it out. حقيقي الصوت جميل جدا، هو محرك موتوسيكل ال4 سلندر بيكون كده، وباين قوي ان الجو كارت ده سريع. هسيبكم تتفرجوا شوية على بعض اللقطات الجميلة. الحقيقة أنا سعيد جدا بالتعديل ده. كورفة جو كارت مجنونة تخليك تعيد التفكير في كل حاجة عن الجو كارت، من أول فكرة المشروع لحد أول طلعة على الطريق. التجربة دي كانت مليانة ضحك وتحديات. لو الفيديو عجبك ما ننساش اللايك الجميل وسبسكرايب لو لسه مشتركتش، وفعل الجرس. فاكرين الجو كارت اللي اتعدل وبقى كورفت؟ سيبك منه، هات بقى جو كارت جديد وحط عليه 3 محركات نفاثة بالظبط. هو ده اللي معانا في حلقة النهارده. اهلا بيكم في حلقة جديدة من تعديلات مجنونة، السلسلة اللي بنشوف فيها اغرب واعنف التعديلات على مستوى العالم. قبل ما نبدأ الفيديو دعمنا بلايك وصلي على النبي واشترك في القناة وخليك واحد من العيلة وفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة اول باول. ويلا بينا نبدأ. اي حد بيعدل محركات يا اما بيضيف تيربو او سوبر تشارجر، او حتى ممكن يغير المحرك ويركب محرك اكبر زي ما شفنا اللي ركب محرك 4 سلندر على جو كارت. لكن يوم ما يبقى حد جامد قوي تلاقيه ركب محرك روتري على مشروع سيارة دريفت مثلا. لكن الليفل العالي والمجنون هو انك تركب محرك طيارة اللي هو محرك نفاث، ولكن ده مش على عربية، ده على جو كارت اللي هو اصلا صغير وخفيف، وده اللي ويربد قرر يعمله. ده الجو كارت اللي هيشتغل عليه. الجو كارت
كارت ده متعدل اصلا، بتركب عليه محرك واحد سلندر وعليه تربو صغير، حقيقي شكله جميل جدا. وده المحرك النفاث اللي هيتركب على الجو كارت. ايوه انا عارف انك بتقول امال فين الثلاث محركات؟ ما طبيعي يعني، اكيد مفيش حد هيجازف بثلاث محركات مره واحده. اصبر بس وكمل الفيديو معايا للاخر وانت هتشوف اللي هيحصل. فعلى طول هيبدا عمليه التعديل. اول حاجه بيبدا يشيل كل الوصلات الكهربائيه اللي بتركبها في الجو كارت، وكمان بيشيل المحرك، وكده يبقى الجو كارت فاضي. بجد دي اسرع عمليه تفكيك شفتها في حياتي. بعد كده بيشيل الطلاء اللي على تانك البنزين، وده مش رفاهيه، ده عشان يعرف مستوى الوقود كويس لانه هيبقى وقود طيارات. بعد كده بينضف الجو كارت كويس جدا وبيركب تانك البنزين. بعد كده بيفك الجنزير وبيبدأ ياخد مقاسات عشان يعمل قاعدة لتثبيت المحرك. بيرسم شكل القاعدة اللي هتمسك في الشاسيه وبيحط الابعاد بتاعتها. بعد كده بيدخل على اللابتوب وببرنامج بروتو ماكس بيبدأ يرسم شكل القاعدة وبيحط لها الابعاد بتاعتها عشان يقطعها على ماكينة السي ان سي. بعد كده بيجيب قطعتين من الألمنيوم وبيدخلهم على السي ان سي وبيقطع. وهنا هو استخدم الألمنيوم عشان هو خفيف وقوي، وده لأنه لو كان استخدم الحديد الجو كارت كان هيبقى تقيل جدا. فبعد كده بيثبت القطعتين دول، وعلى برنامج سكتش اب بيرسم شكل القاعدة ذات نفسها وبيظبط الأبعاد عشان يعرف طول القاعدة كامل. فبيجيب لوح طويل من الألمنيوم وبيتنيه على التناية. بعد كده بياخده وبيلحمه مع القطعتين اللي ثبتهم في شاسيه. بعد كده بيجيب قطعة تانية من الألمنيوم وبالقطعة دي هيعمل القاعدة اللي هتمسك المحرك النفاث ذات نفسه. وفي النهاية بيجيب المحرك النفاث وبيثبته، حقيقي شكله مرعب. بعد كده بيجيب الكنترولر وبيثبته وبيثبت وصلات الوقود وكمان كل القطع والوصلات الكهربائية. وانا هقول لكم كل القطع اللي هو استخدمها. ده الكنترولر اللي هيتحكم بيه في قوة دفع المحرك، ده جوي ستيك، هو ما كانش معاه اي حاجة غيره. والقطعة الصفراء اللي ورا دي بطارية واللي جنبها الاي سي يو، والاسود ده جهاز استقبال، والشاشة دي بتكون تليمتري ودي هيعرض عليها كل المعلومات اللي محتاجها زي الحرارة وكمية الوقود وحاجات تانية مهمة. يا جماعة ده محرك نفاث مش لعبة، عشان كده في الطيارات بيكون في شاشات وأزرار كتير جدا. واللي على الدركسيون ده جهاز لقياس السرعة، وطبعا اللي ورا دي بطارية عشان التغذية، وآخر وأهم حاجة هو المحرك النفاث. فعلى طول هياخد الجوكارت ويحطه في العربية ويروح على ساحة فاضية عشان يجرب. وهنا هو بيقول إن الجو كارت وزنه خفيف جدا، تقريبا 50 باوند يعني 35 كيلو، وهو اللي بيقول مش أنا. بس طبعا ده طبيعي لأنه مستخدم ألمنيوم، والألمنيوم خفيف جدا عن تجربة. المهم ده الجو كارت بعد تركيب أول محرك على طول بيبدأ يظبط ويشيك على كل حاجة وهيبدأ يعبي الوقود. هنا وقود المحركات النفاثة له أنواع كتير جدا، لكن المهم هنا هو نوع الجيت ايه، وده اللي بيستخدم في محركات الطيارات المدنية. لكنه هنا بيستخدم وقود جيت ايه هيدرو، وده هو نفسه وقود الجيت ايه العادي، لكنه بيكون مستخلص من زيوت نباتية أو دهون، وكمان بيكون معالج، وده لأنه بيكون صديق للبيئة. فعلى طول بيعبي الوقود وبيبدأ يشغل المحرك وصوته بيبدأ يعلى. طبعا المحرك مش بيشتغل بسرعة لأن الوقود بياخد وقت عقبال ما يوصل للمحرك، ولكن في الآخر اشتغل. فعلى طول بيبدأ يلبس الخوذة عشان يعمل أول تجربة. مهم جدا يا جماعة، مهما كان في حماس وتجارب مجنونة لازم تكون مأمن نفسك كويس. فعلى طول بيبدأ يتحرك بالجو كارت. المحرك النفاث صوته قوي جدا وقوة دفعه عالية، ما بالك بقى لما يركب 3 محركات. المحرك النفاث بيحرق وقود بطريقة رهيبة، فالوقود بدأ يقل منه وعلى طول بدأ يرجع لعربيته. بجد التجربة دي رهيبة وصعب انك تشوف حد بيعملها، فدعمنا بلايك عشان نجيب لكم فيديوهات مجنونة زي دي. بعد كده بيرجع على الورشة وبيبدأ يحسن من الجو كارت أكتر وأكتر. هتخطى العملية دي لأن مش مذكور تفاصيل ليها، لكن المهم إنها بتتعمل لسبب، هو إن عاوز يعرف التوب سبيد بتاع الجو كارت، وده بمحرك واحد بس قبل ما يعدل ويضيف ال3 محركات. المهم ده بيكون الجو كارت
كارت بعد عملية التطوير دي. الجو كارت بقى أفضل وأكتر أمان، وهنا هو غير نظام قياس السرعة عشان يكون أدق، حرفيا بيقيس السرعة بالحركة البسيطة. وكمان ركب مفتاح لتشغيل الجو كارت، وركب فلتر للوقود، وعدل على المقعد عشان يكون أريح، وكمان عدل على ديسك الفرامل لأنه في الأول ما كانش كويس خالص، وكمان ركب كاوتشات جديدة. وبس كده هيبدأ تشغيل المحرك. على طول بياخد الجو كارت وبيبدأ يتحرك، وشوية شوية هيبدأ يعلى في السرعة. في أول تجربة التوب سبيد بيكون 39 ميل في الساعة، وده اللي هو 60 كيلو متر في الساعة. بس أنا مش عاوزك تستقل بالأرقام دي، لأن ده مجرد جو كارت، يعني عمره ما هيوصل ل 300 أو حتى 200 كيلو في الساعة، وده لأنه مش أمان. يعني مفيش حد هيضحي بنفسه عشان تجربة زي دي. المهم المكان اللي هو فيه ده مش بيساعده على إنه يجيب التوب سبيد، لأن فيه منعطفات كتير، فبيقرر يروح لمكان فيه طريق مستقيم عشان يقدر يجرب كويس. فعلى طول بيروح للمكان ده وبيبدأ يدوس وبيجرب. في التجربة دي الجو كارت وصل ل 60 ميل في الساعة، وده يعني 96 كيلو متر في الساعة. الأرقام بدأت تعلى، وحتى هو هنا لسه ما عملش أي حاجة، ولكن هو يقدر يجيب أكتر من كده بس لو ظبط الديناميكية الهوائية، لأن كل ما السرعة بتزيد الهواء بيقلل سرعتك، فأنت لازم تكون انسيابي عشان تخترق الهواء. أنا شرحت كل ده في فيديو هيظهر لك فوق تقدر تروح تشوفه، ولكن استنى، أنت رايح فين؟ دلوقتي جه وقت تركيب الثلاث محركات نفاثة. ابقى شوف الفيديو لما تخلص. دلوقتي الموضوع كبر، 3 محركات نفاثة ده رقم كبير، خصوصا انه على جو كارت، فهو هنا بيقرر انه هيشتري جو كارت جديد ويركب عليه 3 محركات، لكنه بيلعب بيه شوية. وكمان بيدرفد بيه. بيرجع على الجراج وبيجيب ال3 محركات. المحركات دي كل واحد فيهم بيدي قوة دفع تقارب ال100 باوند، يعني تقريبا كل واحد 45 كيلو، يعني كلهم حوالي 135 كيلو من قوة الدفع. فعلى طول هيبدأ يفك كل حاجة في الجو كارت الجديد، وكمان هينضفه كويس جدا. بعد كده هيبدأ يعمل قاعدة لتثبيت ال3 محركات، نفس الكلام هيعمل تصاميم لكل القطع وهيقطعهم على CNC. بعد كده هيلحم كل القطع في بعض، وهيجيب ال3 محركات وهيثبتهم. بعد كده هيبدأ يثبت كل وصلات الوقود، وبيثبت شاشات التليمتري بتوع ال3 محركات. لكن هنا في مشكلة، هي انه معاه 3 محركات لكنه ما يقدرش يحط على الجو كارت ده اكتر من خزان وقود واحد. فانا عايزك تعرف ان ال3 محركات دول مع بعض بيحرقوا 1.6 جالون في الدقيقة، يعني حوالي 6.5 لتر من الوقود في الدقيقة، والخزان اللي معاه ده سعته جالون واحد يعني 9 لتر، وده معناه انه مش هيكمل دقيقتين. فهو فضل يفكر كتير وفي الاخر قرر يحط خزانين وقود على الجناب. حرفيا الجو كارت ده بقى كأنه قنبلة متحركة، فعلى طول بيركب كل الوصلات. بعد كده بيخلص وبياخد الجو كارت وبيطلع بيه بره وبيبدأ يشغله لأول مرة. وفعلا الجو كارت بيشتغل، ولكن لما بيجربه بيلاقي فيه مشاكل. بيكون في تقطيع في المحركات ونار كتير، فبيقف وبيرجع تاني للجراج وبيبدأ يدور على حل للمشكلة اللي موجودة، وبيلاقي إن المشكلة في تدفق الوقود. تدفق الوقود بيكون فيه تقطيع، فبيبدأ يعمل مانيفولد مخصص لتوزيع الوقود وبيطبعه وبياخده وبيركبه، وده بيكون شكله. بعد ما بيخلي الوقود يتدفق بيرجع يجرب تاني، وفعلا المحركات بتشتغل معاه كويس جدا. على طول بيبدأ يدخل في تجربة الجو كارت ب3 محركات نفاثة. مجرد بس ما بدأ يدوس وصل ل 40 ميل، وده تحسن كبير جدا.
المحركات بدأت تاكل وقود كتير، فكل شوية بيقف وبيزود وقود وبيرجع يجرب تاني. للأسف المنعطفات دي بتخليه يبطأ من سرعته، وهو هنا جاب 50 ميل في الساعة، يعني 80 كيلو متر في الساعة. فاحنا هنا لو جينا قارنا الثلاث محركات بالمحرك الواحد في نفس المكان ده، هنلاقي إن المحرك الواحد كان بيجيب 35 ميل في الساعة، يعني 55 كيلو متر في الساعة، وده فرق كبير جدا، لأن الثلاث محركات بيجيبوا 80 كيلو في الساعة بس في المنعطفات. حقيقي التجربة دي مجنونة جدا. ولكن فعلا اللي فارق جدا هي قوة الانطلاق، وده لأن قوة الدفع هنا بقت أقوى. فبس كده، قولوا لي في الكومنتات رأيكم في المشروع المجنون ده، وهل لو حد عمله في الوطن العربي الشرطة هتسيبه ولا هتمسكه؟ لو الفيديو عجبك انزل اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، واستنانا في فيديوهات جاية من أقوى وأجمل التعديلات اللي هتشوفها. اكتبوا لنا في الكومنتات ايه التعديل اللي نفسك تشوفه في القناة الفترة اللي جاية. كل تعديل وله حدود، بس يا ترى مين اللي حط الحدود دي؟ في عالم تعديل العربيات في نوعين من الناس، نوع بيمشي ورا القوانين ونوع بيخلق قوانينه الخاصة. بس المرة دي الموضوع مختلف، لأن معانا ميني كار صغيرة جدا حالتها تصعب على أي حد، ولكن هيتركب عليها محرك V8، حاجة محدش يتوقعها، وده اللي بيخلي التعديل ده واحد من أغرب الحاجات اللي ممكن تشوفها. الأول تعال نشوف العربية اللي هيتم تعديلها. العربية دي هي فيات 600 واللي نزلت سنة 1956. العربية دلوقتي حالتها سيئة جدا، الصدأ موجود في كل مكان، وغير كده إنها أصلا غير قابلة إن يتم تجديدها، فما بالك إن هيتم تعديل عليها. فتعالوا نشوف التعديل ده هيمشي إزاي. اللي مخطط له إن المحرك هيتركب وراه والسواق هيكون قاعد قدام. طبعا المهمة دي صعبة لأن العربية ضيقة جدا. الغريب في الموضوع كله إن هو اشترى العربية دي ب 6000 دولار، ده رقم كبير جدا على العربية بالحالة دي، بس يخلي العربية دي بالثمن ده إن هي قديمة جدا، بقول لك من سنة 1956، وده معناه إن العربية عمرها داخل في ال70 سنة، ده رقم كبير جدا. فتعالوا نبص أكتر على حالة العربية دلوقتي. من جوه باين قوي إن الصلق موجود في كل مكان، العربية مش عايزة يتم ترميمها، لا دي حرفيا عايزة عربية جديدة، كل حاجة بمجرد اللمس بتتكسر أو بتتشال. دواخل العربية تعتبر مش موجودة لانها دايبه ومتهالكه جدا، فهم اول حاجه هيبداوا يشيلوا كل حاجه في العربيه، ده اذا كان فيها حاجه اصلا. بجد الله يكون في عون اللي شغال جوه، اكيد الرائحه سيئه جدا. فبعد ما شالوا كل حاجه من جوه العربيه جه وقت التدعيم، هيبداوا يدعموا العربيه بشويه انابيب معدنيه، لان الصدى اللي موجود في العربيه اكيد هيخليها ما تستحملش اي حاجه، فعلى طول هيبداوا يلحموا بعض الانابيب المعدنيه في الهيكل، وده زي ما قلنا عشان التدعيم. انا عايزك تبص على داخل العربيه وتشوف ازاي بتتشال من مجرد ما تتلمس. انا مش عارف ازاي المجانين دول عايزين يركبوا محرك V8 عليها، ولا ما تستغربش ده بس مجرد عش نحل. دلوقتي بعد ما لحموا كل الانابيب اللي دعمت العربيه، بعد كده هيرفعوا العربيه من قدام برافعه شوكيه، مجرد بس ما العربيه اترفعت كل براده الصدى نزلت على الارض، العربيه من تحت باين قوي ان حالتها ميؤوس منها. فبعد كده بداوا يخططوا هم هيعملوا ايه، فكان القرار انهم هيشيلوا كل الارضيه، وده لان بعد كده هنشوف هم عندهم ايه هيركبوه على العربيه دي. فعلى طول هيبداوا بعمليه التقطيع، هيشيلوا الفريم بتاع الارضيه وكل الصدى اللي هيجي في وشهم. طبعا الحديد ده بيتقطع بسهوله جدا لانه خلاص بقى عامل زي الورق. بعد ما شالوا الارضيه كمان هيشيلوا الفريم ونظام التعليق الخلفي كله، وقدام هنعرف هم ليه عملوا كده. هنا نظام التعليق الخلفي والمحرك كلهم بساط جدا، لان ساعتها ما كانش فيه اي تكنولوجيا، كل حاجه كانت بسيطه جدا، ولكن كل ده العمر بيبان عليه. كمان بيشيلوا خزان الوقود، وده اللي كان موجود فوق المحرك، وبكده يكونوا شالوا كل حاجه من العربيه. دلوقتي جه الوقت اننا نشوف محرك V8. هنا محرك V8 هو مش محرك V8 لوحده، ده يعتبر جو كارت صغير متركب عليه محرك V8، لانه متكامل جدا، في نظام تعليق وكمان في نظام توجيه، وبرده في نظام التبريد، وكمان عليه خزان الوقود. الجو كارت الصغيره دي شكلها جميل جدا، ولكنها برضه خطيره لان السواق بيكون قاعد فوق المحرك، فاقل غلطه ممكن تخليه يقع من عليها. فاذا ده بيكون محرك V8 اللي هيتركب على العربيه، وده السبب اللي خلاهم يشيلوا نظام التعليق الخلفي، لانهم بيفضوا مكان للوحش ده، فعلى طول بياخدوا المحرك وبيحطوه تحت العربيه، ولكن بيبان ليهم ان العربيه لسه عايز يتشال منها جزء كمان. يا جماعه ده محرك V8 يعني حجمه كبير جدا، ده غير كمان ان نظام متكامل وفيه كل حاجه.
فعلى طول هيبدأوا يقطعوا أجزاء تاني من العربية عشان يوسعوا مكان للمحرك. بعد ما بيخلصوا تقطيع بيبدأوا ينزلوا العربية واحدة واحدة على المحرك عشان يشوفوا إذا كان في حاجة تاني محتاجة تتعدل، فبيفضلوا يظبطوا في مكان المحرك، وفي الآخر العربية بتنزل عليه وشكلها بيكون رائع جدا. العربية شكلها كده بقى متوحش، خصوصا إن الكاوتش اللي ورا كبير، بس الأروع بقى من كده إنهم هيخلوا الكاوتش ده أكبر عشان العربية تكون متوحشة أكتر. الأول بس تعالى أقول لكم إزاي بيتحكموا في الوحش ده اللي هو الجو كارت اللي هم كانوا عاملينه. ببساطة هو واحد بيقعد على المحرك من فوق وبيقدر يوجه عن طريق الستيرنج اللي موجودة، ولكن دواسة البنزين والفرامل بتكون تحت زي ما انتم شايفين. فاذا هنا العمليه هتكون معقده شويه لانهم هيكونوا محتاجين يغيروا مكان الستيرنج، يعني الستيرنج هيكون هو ستيرنج العربيه الاصلي مش الستيرنج اللي موجود في الجو كارت، وكمان لازم يغيروا اماكن دواسات البنزين والفرامل. يعني نقدر نقول ان التعديل بدأ من دلوقتي. فعلى طول اول حاجه هيبداوا يغيروا العجل الخلفي عشان يركبوا عجل اكبر وشكله اعنف. العجل ده مقاسه بيكون اكبر وكمان اعرض، فعلى طول هياخدوه ويركبوه مكانه. المنظر بقى شكله غشيم جدا، واكيد شكله على العربيه هيبدو انها عربيه سباق. فبعد كده بياخد المحرك عشان يحطوه تاني تحت العربيه. دلوقتي دخلوا على اصعب مرحله الا وهي تركيب المحرك على العربيه، لان زي ما قلنا المحرك يعتبر منظومه كامله، فلازم يتم تركيبه بعنايه على العربيه. فعشان كده اول حاجه بداوا يظبطوا كل الاماكن اللي جوه العربيه، هيقصوا كل الزيادات. فبعد كده بيبداوا يلحموا دعامات تاني في العربيه، لان زي ما احنا شفنا في الاول هم شالوا الفريم اللي كان موجود فيها وهيعملوا شاسيه صغير ليها عشان يشيل المحرك، وده بيكون شكل التدعيمات اللي هم عملوها. والتدعيمات دي زي ما قلنا هي اللي هتشيل المحرك، وطبعا هم هنا ما خلوهاش تشيل المحرك مباشره، لا حطوا نظام تعليق صغير ما بينهم عشان يشيل كل الصدمات. وطبعا بعد ما ثبت المحرك شالوا العجل الامامي اللي كان موجود في الجو كارت، لانهم خلاص هيعتمدوا على العجل الامامي اللي كان موجود في العربيه ذات نفسها، وطبعا لانه متركب ليه نظام تعليق وكمان نظام ستيرنج، فاذا هم مش هيعدلوا فيه كتير. وبكده يكونوا خلصوا من اصعب جزء في التعديل ده اللي هو تثبيت المحرك. فطبعا بعد ما ثبتوه لازم يعملوا تيست للعربيه، فتعالوا نشوف العربيه هتعمل ايه. المحرك كل شويه بيشتغل وبيفصل منهم، تقريبا كده في مشكله، ولكن في المجمل المحرك ده متوحش جدا. بعد محاولات كتير من تشغيل المحرك في الاخر المحرك بيشتغل والعربيه بتمشي معاهم. وتعالوا نشوف اختبار العربيه. المحرك بيشتغل كويس والعربية أدائها يعتبر مقبول إلى حد ما، ولكن أكتر حاجة مستغربة هم إزاي بيجربوا العربية من غير سدادات أذن، لأن أكيد صوت المحرك عالي جدا. بس الغريب إنهم متحمسين جدا فرجعوا يجربوا تاني. ولكن بسبب التحمس ده المحرك بيتكسر وزيت المحرك بينزل على الارض. فبعد كده بيرجعوا تاني على الورشه وبيفكوا المحرك وبيلاقوا ان اللي اتكسر مش المحرك، ده كان نقل الحركه. فعقبال ما يحلوا مشكله نقل الحركه هيبداوا يظبطوا في المحرك القديم، هيشيلوا المقعد اللي كان عليه لانه خلاص ملوش اي لازمه، وكمان هيشيلوا الستيرنج اللي كان موجود على المحرك، وكمان هيحطوا كرسيين قدام. طبعا ده مجرد شاسيه للكرسيين بس، لان بعد كده هينجدوهم. وكمان كل شويه بيبداوا يدعموا من العربيه اكتر لان العربيه هيكلها مصدي وده خطر جدا. فبعد كده بيكون نقل الحركه اتصلح، طبعا مش هم اللي صلحوه، هم بعتوه لشركه والشركه دي صلحته. فبعد كده بيبداوا يظبطوا كل حاجه في العربيه، بيظبطوا دواسات البنزين والفرامل وكمان الهيدرز بتاعه المحرك. فبعد ما ركبوا نقل الحركه الجديد وظبطوا دواسات البنزين والفرامل بيجربوا المحرك، وتعالوا نسمع صوته.
المحرك بيشتغل كويس جدا، وكمان الدواسات شغالة كويس، ولكن هنا نظام التحكم في الدواسات غريب شوية. في الآخر هنشوف بيشتغلوا ازاي. تعالوا بقى ندخل على المرحلة اللي بعدها، ألا وهي عمل اكزوست المحرك، أو خلينا نقول هيدرز المحرك، لأنها هتخرج من فتحات التهوية القديمة دي، ودي شكلها النهائي هيكون متوحش جدا. فعلى طول أول حاجة بالصاروخ وهيشيلوا الفتحات دي. بعد كده هيبدأوا يعملوا كاستم هيدرز للمحرك عشان أبعادها تكون متطابقة مع الشكل الجديد. فده بيكون شكل الاكزوست الجديد، حقيقي شكله مرعب جدا خصوصا على عربية صغيرة زي دي. بعد ما خلصوا الجزئية دي تعالوا نسمع صوت المحرك. بعد كده هياخدوا العربية ويطلعوا بيها بره، وهيجربوا يمشوا بيها شوية عشان يشوفوا أدائها وأداء المحرك. العربية شكلها غريب جدا، أي حد هيشوفها صعب يتوقع إنها أصلا بتمشي، لأنها من بره مش باين إن عليها V8 إلا لو قربت منها أو سمعت صوتها. الكاوتشات العملاقة اللي ركبوها ادت للعربية شكل هجومي أكتر، يحسسك إنها سيارة دراج ريس. تعالوا بقى أقول لكم إزاي بيتحكموا في العربية دي. ده بيكون مفتاح الكهرباء اللي بيفتحوا بيه كهرباء العربية، واللي قدام ده بيكون زرار تشغيل المحرك، نقدر نقول إن هو المارش. وبالنسبة للدواسات فدي بتكون الفرامل، ودي دواسة الثروتل اللي هي بنزود بيها البنزين، والدواسه الاخيره هي اللي بتغير ما بين العربيه تمشي لقدام او لورا. وبكده نكون شفنا ازاي مين صغيره اتحولت لوحش بمحرك V8 عملاق. التعديل ده ممكن يبان مجنون، بس هو بيفكرنا ان مفيش حدود للخيال في عالم التعديل. لو الفيديو عجبك انزل اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، واستنانا في فيديوهات جايه من اقوى واجمل التعديلات اللي هتشوفها. واكتبوا لنا في الكومنتات ايه التعديل اللي نفسك تشوفه في القناه الفتره اللي جايه، وشير الفيديو مع اصحابك. واستنونا في مشاريع تانية هتخليكم تشوفوا عالم التعديلات من منظور مختلف تماما. اشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام.